خليني الأول أقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا حنان شعبان، سي تي أو الكود كويس. ودي تاني سيشن لينا في نيكست ليفل. نيكست ليفل هي كوميونيتي باورد باي كود كويس. هدفنا إن إحنا نساعد الناس إن هي تتحرك للليفل اللي بعده. يعني لو شخص جونيور يقدر يعرف ويتحرك للنيكست ليفل بتاعه، لو شخص ميد ليفل ويتحرك للسينيور، ولو سينيور يتحرك للتيك ليد، عن طريق ان احنا بنحاول نجاوب على اسئله مش دايما اجاباتها موجوده في كل حته. وبنحاول يكون معانا ضيوف هم بقالهم خبره طويله في المجال، وعدوا بتجارب مختلفه ويقدروا يساعدونا. السيشن اللي فاتت كان معانا باشمهندس محمد حسن، سي تي او تاكتفول دوت اي اي، واتكلمنا عن 3 حاجات. وان شاء الله النهارده هنكمل. اتكلمنا عن السيشن اللي فات، اتكلمنا على انواع التفكير وايه اللي بيفرق. باشمهندس محمد عرفنا على ان في نوعين من التفكير، في الفيكسد مايند سيت والجروث مايند سيت. السيشن اللي فات برضو اتكلمنا على ازاي ليه الناس ممكن تفضل في مكانها ما تتطورش. وبرضو باشمهندس اتكلمنا عن ان في 5 محاور مختلفه بنتطور فيهم، ومش ما ينفعش امشي في محور واحد. تالت حاجة اتكلمنا على أنا ممكن أكون بشتغل كتير ومحدش يكون حاسس بيا أو عارف. وباشمهندس برضو عرفنا إن في نوعين من الناس، في ناس بتبقى بتركز على النفوذ والعلاقات، وفي ناس بتركز على الأفكار والنتائج، وإزاي إن أنا أوازن ما بينهم. ده كده اللي احنا اتكلمنا عليه في السيشن اللي فاتت. إن شاء الله هنحط اللينك في الشات ونقدر نرجع له. النهارده الباشمهندس هيعرفنا على سؤال كبير كده ومهم، ناس كتير بتسأله: هو أنا إمتى أفضل في الشركة بتاعتي وإمتى أمشي وإزاي آخد القرار ده؟ قول لنا يا باشمهندس، يعني نمشي ولا نقعد ولا نعمل إيه؟ خلينا برضو يعني اعرفكم ان في دلوقتي opportunities موجوده في كود كويس. لو حد حابب يبص عليها، احنا عندنا سينيور جافا، وعندنا جافا تيك ليد في اكسكيوت، وعندنا كوتلين ديفلوبر. برضه هنحط اللينك في الشات. لو حد يعني حابب يبص على اي opportunity من دي، او يعرف حد يقدر يشيرها معايا. آه طيب، ازيكم جميعا؟ الصوت واضح ولا؟ صوت واضح. تمام. يعني مبدئيا، انا محمد فؤاد. انا شغال في التكنولوجي والسوفت وير يمكن من 2008. التوبيك النهارده يعني توبيك عزيز على قلبي شويه، يعني لان انا اتعلمت الدرس ده يعني في رأيي كان متأخر شوية. ولما اتعلمته الحمد لله يعني كان مفيد جدا ليا، لدرجة ان انا مشيت من مكان انا كنت فيه. و آم، آم، بعدها بحوالي 3 شهور او حاجه زي كده الشركه عملت لي اوف، ويمكن قفلت فرعها في البلد تماما يعني. يعني انا حاسس إن الناس ساعتها قالت لي: انت كنت عارف قبل كده ان ده هيحصل ولا ايه اللي حصل؟ يعني انا ما كنتش عارف، يعني ما كنتش متاكد، يعني ما كنتش متخيل اصلا انها توصل لان هم يعني يعملوا لي اوف للورك فورس كلها. بس يعني الخطوات اللي انا هوضحها او البوينتس اللي انا هوضحها ان شاء الله النهارده هتنلوك شويه كده قدرتك على ان انت تفهم الشركه اللي انت فيها وضعها عامل ازاي. لان الحاجات دي مش دايما بتبقى ترانسبيرنت قوي في الشركات العربيه عامه، ولا حتى الاجنبيه، يعني ساعتها في شركه اجنبيه يعني. مش كل الناس بتبقى شايفه كل التفاصيل يعني. فانا هديكم فرصه ان انتوا تفهموا الجزء ده يعني. طبعا يعني السؤال ده يعني ممكن يعني ما يبقاش في بال حد لسه ما بدأش شغل، وانا شايف ان ده بالنسبه لاي حد ما اشتغلش يعني لسه ما توظفش قبل كده يعتبر علمه لا ينفع يعني. يعني تقدروا ترجعوا للفيديو ده ان شاء الله لما تتعينوا تقعدوا 6 شهور كده ولا حاجه، وعشان تقرروا بقى نكمل في المكان اللي احنا فيه ولا لا. لكن هو من الحاجات اللي عامله زي الخبرات، لان الخبرات صعب ان انت تقراها في الكتب او صعب انها تتشرح لك. هي احسن حاجه تمر بيها، حتى لو مريت بيها يعني بشكل صغير، وحد يجي بقى يلفت نظرك يقول لك ايه: على فكره انت اكتسبت خبره جديده بس انت مش واخد بالك لسه، ما عملتلهاش بروسيسنج يعني. فاي هوب انها تبقى مفيده ان شاء الله يعني. طيب، اهم كونسبت يعني هو اللي هيجمع البرزنتيشن دي كلها. هو كونسبت ان الشركات ليها مراحل
الحياه زي بالظبط البني ادمين. بتبدا من مرحله الولاده، او اللي بيسموها بقى الستارت اب، او يعني الانطلاق يعني. وبعد كده بتخش على مرحله النمو، بتبدا تكبر شويه كده وتبقى تشايلد يعني، او طفل. وفي الاول بتبقى بيبي طبعا. وبعد كده بتبدا تبقى ماتيور، شاب كده، يعني ايه، سواء تين ايجر او اكبر شويه. تمام. او ناضج يعني. وبعد كده بتبدا بقى ايه، مرحله النضوج. وبعدين مرحله بقى الشيخوخه، او والمرحله دي يا اما بتتولد من جديد يعني، زي ممكن ترينيو نفسها يعني، الشركه دي تتولد تاني، وتبدا تاني. مش شرط ساعتها تبدا صغيره، هي بس بتلف في السايكل ما بين المرحله دي والمرحله دي. ف وممكن انها تموت خالص يعني. ده الطبيعي يعني في عمر الشركات. ولو بصينا على الاحصائيات وكده هتلاقي ان مش كل الشركات اللي يعني، احنا لو فكرت في اي شركه مثلا، هتفكر في شركه مثلا زي سامسونج، او سوني، او ابل، او مايكروسوفت. دي الاكسبشن يعني، دي شركات بقى لها مثلا 50 سنه او اكتر شويه، دي الاكسبشن. شركه تقعد 50 سنه ده. في شركات يعني يمكن 90% من الشركات بتفشل بعد يعني في خلال 3 سنين، او بتقفل بعد خلال 3 سنين، ما بتستمرش يعني. دي احصائيه طبعا امريكيه شويه، فما نقدرش نعممها يعني على كل البلاد يعني. بس احنا لو بنقيس ده على الستارت ابس اللي هي بتبدا في دومين انون، او دومين انبوبيلر يعني، فيها ريسك عالي يعني. لكن الشركات العاديه ممكن برضو مراحلها مش هتلاقيها بتزيد عن 5 سنين 7 سنين. ده رينج يعني. 10 سنين دي تبقى شركه تحفه يعني، وهو بقى يحتفلوا باليوبيل الفضي واليوبيل الذهبي وكده يعني. ده مجرد ما تدرك ده، انت هتبدا تفهم ان انا ممكن ابقى في مكان هو في المرحله دي. فازاي استفيد من الاكشنز بتاعتي، وازاي بلان ان انا لما هي تغرق يعني ايه، ما اغرقش معاها يعني. وممكن ابقى برضو في المرحله دي، يبقى افهم برضو ان في تحديات مخصوصه في المرحله دي. اللي فيكم مثلا يعني عنده اولاد او كده، ممكن يكون، او عنده اخوات صغيرين ولا حاجه يعني، هو فاهم كويس الفرق ما بين كل مرحله منهم. وعارف قد ايه يعني المانجمنت بتاعها بيبقى صعب يعني. طيب، التحديات اللي بتؤدي الى، بما انها يعني الشركه دي زي البيبي ومحتاجه حد يراعيها، فهي برضه معرضه انها تموت في اي مرحله من المراحل دي يعني. مفيش حد ضامن عمره ولا الشركات. ف... فهي ممكن من اي مرحله من دول تقوم واقعه. وبيبقى عندها ريسك كده، لو ما عدتوش هي ممكن ما تقفلش فورا يعني، مش هتقفل في نفس السنه، بس هتفضل في مرحله المراهقه. عارف انت كده لما تقابل واحد كده تحس ان هو انت يعني انت لسه شكلك مراهق، انت عندك 40 سنه بس مراهق، او يعني انت مش عاقل، او انت لسه بيبي يعني، وهكذا. ف فلو انت بصيت على الريسكس دي هتلاقي اول ريسك هي لو هو صغير جدا، فيلير ان هو يجين تراكشن، ان هو يلاقي هدف في الحياه اساسا، او ناس تهتم بيه او تراعيه. تمام. وفي الحاله دي هم العملاء اللي مهتمين بيه، او الفاوندرز المؤسسين اللي هم مهتمين بيه. اي طفل معرض ان ابوه وامه يسيبوه يعني. طبعا يعني مش موجوده في الكالتشر بتاعتنا قوي، بس هي معرض يعني. الريسك التاني هو ان هو ما يلتزمش، ما يروحش بقى المدرسه ويهرب، ويعني ما اعرفش يشرب سجاير ورا الحمامات، وهكذا يعني. فدي اللي هو بور مانجمنت او بور ستراكشر يعني. او مثلا ان هو ما يستفدش من شبابه او مراهقته بالشكل الكافي اللي يخليه ينضج بسرعه. تاني حاجة ان هو بعد ما ينضج بقى، ان هو ايه، يفضل مستك في حاجة معينة، ان هو يفضل ايه، ثابت وما يتغيرش وما يتطورش وما يكبرش. تمام. اللي بعد كده ان هو يعني يحصل له إصابة، او ان هو ينحدر بقى بعد سن الفتوة يعني، بعد مثلا سن ال 40 او كده. ممكن الواحد يأكسلريت شوية ويعجز بدري، وممكن الواحد ايه، يفضل شباب شوية. وفي بقى بعد كده الريسك بتاع الوفاة خالص، ان هو يعني يموت خالص، ما يجددش نفسه يعني. وده من قبل ولا بعد سن معينة بيبقى الناس معرضة مثلا انها ايه، ما تلاقيش شغل.
بسبب ان التكنولوجي مثلا بتتطور بسرعه جدا، فهو مش قادر يعيد اختراع نفسه او يواكب تحديات السوق. فاحنا كاشخاص بنقابل المشاكل دي، بس هي الشركات برضو بتقابل المشاكل دي. اي هوب ان ده يعني ايه ككونسبت يساعدكم ان انتوا تفهموا وتابريشيتوا ان مش معنى ان انا شغال في شركه ان الشركه دي يعني حاجه مستمره للابد يعني. تمام. احنا هناخد اسئله ان شاء الله في الاخر، فيعني في الفري ان انت لو حابين تسالوا اي اسئله ابعتوها على طول في الشات، واحنا في الاخر ان شاء الله نبدا نجاوبهم واحده واحده يعني. تمام. طبعا يعني ايه مفيش كتاب بيحكي القصه دي، لا هو اكشلي في كتب كتيره، وهتكلم عن المصادر برضو كمان بعد بعد السيشن في اخر السيشن يعني. تمام. احنا اتكلمنا عن المراحل المختلفه، فهنمسك بقى مرحله مرحله ونشوف ازاي لو انت في المرحله دي تعرف ان انت في المرحله دي، يعني تعرف انت في الشركه في المرحله دي، وايه الاخطاء اللي لو شفتها حواليك تعرف ان انت لازم تمشي. تمام. طيب اول حاجه الستارت اب. نلاحظ بس ان الستارت اب في فرق بين الستارت اب والسمول بزنس. السمول بزنس هي شركه ما بتعملش حاجه جديده، يعني انا يعني مثلا انا شركه توصيل. تمام. شركه التوصيل هي شركه معروفه، او مثلا اي شركه مثلا زي حاجه زي اوبر. هو خلاص احنا عندنا اوبر في الماركت، وعندنا كريم، وعندنا اندرايف. اي حد يفتح النهارده شبه اوبر وكريم واندرايف بيعمل نفس الحاجه بالظبط، هو مش ستارت اب. ما ينفعش يسمي نفسه ستارت اب. ليه؟ لانه خلاص الريسك اتشالت شويه من السوق، بقينا عارفين حجم السوق، بقينا عارفين قد ايه ناس بتركب، بقى عندنا عملاء. تمام. فهي مساله صرف ومساله اكسكيوشن كويس، ممكن تكسكيوت احسن منهم بكتير وتاخد الماركت كله مفيش مشكله، بس انت في الحاله دي ما نقدرش نسميك ستارت اب. تمام. كلنا اعتبرنا فوري لما بدا كان ستارت اب، بس ما حدش اعتبر اللي جم بعديه ستارت ابس، اللي هم الحاجات التولز بتاعت المخفات، حتى في ناس ما تعرفش اساميهم خلاص. وهنقدر نقيس على ده كتير يعني. الستارت اب هي غالبا بتبقى بتحاول تعمل فكره جديده او سوق مش معروف حجمه، محدش عارف مين العميل وهل هيشتري ولا لا. ده التشالنج اللي بتواجهه الستارت اب يعني. لو انت بتبني حاجه ما هيش موجوده في السوق زيها، ملهاش منافسين كتير او منافسين صغيرين او مش معروفين، يبقى انت في ستارت اب. الستارت اب يا ريت يا جماعه يعني ايه، انا ساعات بأسهب شويه في الشرح لاني ما اعرفش خبرات الناس اللي حاضره. هل هي مثلا يعني اكسبيرينس قوي، ولا الكونسيبت دي بالنسبه لهم يعني مفيده ولا لا. فيعني ايه لو حد فيكم يتبرع ويعني يقول تمام واضح، او يعمل لايك ولا حاجه، يعني ايه ده معناه ان هو ايه اجري شويه. انا ممكن برضو مش عارف هشوف اللايكس لو حد يعمل لايك ولا حاجه. آه، تمام. هشوف. اوكي ممتاز. تمام. لو حسيتوا ان يعني ايه خلاص الكونسيبت ده اتفهم موف اون، يعني يعني فرملوني يعني عشان ما اسهبش زياده عن اللزوم. تمام شكرا. احنا ان شاء الله هنعدي بخمسه فيزز، وكل فيز فيها 3 سلايدز برضه، عشان ايه لو الناس يعني عايز تعرف الراجل ده هيقعد يرغي قد ايه. فاحنا بنتكلم في 3 في 5. طيب اول حاجه التيم سايز. الستارت اب غالبا بيبقى فيها من 2 ل 15 واحد. تمام. الفلات جدا، انت السي او اصلا يعني انت ممكن تلاقي نفسك بتريبورت للسي او دايركت، او هو قاعد معاك جنبك في المكتب. معظمهم انفولفد في كل حاجه، الفاوندرز هتلاقيهم انفولفد في كل حاجه، انت بتشوفهم كل يوم. عندك منتج واحد او سيرفيس واحده بتقدمها. لو عندك كذا منتج وكذا سيرفيس تبقى دي مش ستارت اب. تمام. محتاج تفهم ده كويس. ممكن تبقى شركه عجوزه عشان عندها كذا كذا برودكت كذا سيرفيس بقى لها كتير في السوق. تمام. اول حاجه المرحله دي بتقعد قد ايه؟ يعني الشركه بتقعد في المرحله بتاعت الستارت اب دي قد ايه؟ هي بتقعد من سنه ل3 سنين قبل ما تخش على المرحله اللي بعدها بتاعت المراهقه يعني. تمام. اللي هو البيبي بيقعد من 3 سنين، وبعد ما بيعدي 3 سنين هيعتبره طفل. تمام. او شاب او مراهق او وات ايفر يعني، اللي هو ده في عمر الشركات يعني. تمام. انت تقعد قد ايه طب في الشركه؟ برضو انت لو تقعد من 6 شهور ل3 سنين حلو قوي يعني. يبقى جميل. لو لقيت فرصه ان انت تكمل معاها في المرحله اللي بعدها، بس السكيل سيت اللي انت هتحتاجها ممكن تبقى مختلفه يعني. معظم الناس بتختار ايه، لو هو كبر في ستارت اب ونجح فيها هيروح ستارت اب تاني يعني. هو مش هيركب مع الستارت اب دي لبقيه المشوار يعني. تمام. المانجمنت ستايل عاده كيوس يعني، هرجاله بقى ما فيش سيستم وكده. انا بعمل انترفيوز كتير في الماركت يعني. والاقي مثلا حد جاي بيعمل انترفيو، بقول له انت ليه عايز تسيب الشركه الفلانيه؟ ده انا اسمع عنهم كويسين. اللي ما عندهمش سيستم. ايوه ما عندهمش سيستم عشان ستارت اب يعني.
طبيعي. فاست ديسيجن سريع جدا، بياخدوا قراراتهم بسرعه جدا، يلا نبني يلا نعمل يلا، مفيش يعني سبيك ولا تفكير كتير في القرارات. دايما بتبقى فيجن دريفن مش داتا دريفن. هو يعني الفاوندرز شايفين حاجه او التيم شايف رؤيه معينه وشايفين ان دي هتنجح، بس هو ما معهمش اي دليل على ده، والا ما كانتش تبقى ستارت. فانت توقع ان انت تبقى عندك اونر شيب عاليه، يعني هم هيحتاجوا منك اونر شيب عاليه، تحس ان هي شركتك، يعني تبقى ابن الشركه زي ما بيقولوا. وشويه غموض، احنا مش عارفين يعني، احنا بس بنحاول نبني حاجه من ولا حاجه. فدي المرحله اللي انت فيها. تمام. تعرف منين انها هيلثي؟ اول حاجه ان انت بتتعلم كل يوم. تاني حاجه المؤسسين انا شايفهم كل يوم قدامي، تمام، مش مختفيين. تمام. فاوندرز كتير بيأسسوا شركات وهم قاعدين في بلاد تانية وما بيتعاملوش مع الشركه دي وما يعرفوهاش، هو بس ايه بيبعت الفلوس اخر الشهر كده زي ما يكون ايه يعني شغال في الخليج، واللي هو ايه يعني صرفوا على نفسكم ويلا قوموا الشركه بقى وظبطوها يعني. طب انت عايز ايه يعني؟ ما نعرفش بس انتوا او عملتوا ايه يا اولاد؟ انا ما كلمتكوش بقالي شهر وعايز اعرف عملتوا ايه. دي شركه هتقفل يعني، تاكد تماما انها هتقفل بعد شويه بسيطه جدا يعني. فانت لو لقيت كده، لو يعني هو فاوندر ساري ولا حاجه، اعرف ان هو يعني لو هو مش كوميتد ومش فاضلها، لا يبقى سيبك منها. clear problems being solved، احنا عارفين المشكله اللي احنا بنحلها يعني، احنا مش داخلين بنعمل ستارت اب. يعني مثلا لو شركه توصيل، احنا عارفين ان احنا بنحل مشكله التوصيل بياخد وقت، التوصيل بيطول، وات ايفر ايه المشكله اللي احنا بنعملها، اللي احنا بنحلها، بس هي المشكله واحده ومعروفه، الحل مش معروف، يعني مش عارفين نحل المشكله دي ازاي. يعني عندنا مثلا مشكله ان الاهالي مثلا ما بيعرفوش يروحوا اولادهم من المدرسه وهم في الشغل، اي مشكله، فاهم قصدي؟ عايزين بقى نخترع لهم مشكله، نجيب لهم بقى ميكروباصات، نجيب لهم اتوبيسات، نعمل لهم اي حاجه، مش مهم هنحلها ازاي، بس هي المشكله واضحه والعميل واضح، او معروف شويه يعني. تمام. وبندور وكده. طيب، دي لو ده موجود يبقى انت في شركه ستارت اب منطقيه، يعني مهما كانت المشاكل اللي حاصله حواليك، هي لا شركه حلوه. تمام. عميل بقى جه وعميل مشي، فالدنيا بتخرب، طلع بج وبنسهر بالليل، كل المشاكل دي، الدنيا مضغوطه شويه، يعني مش عارفين نعين قوي، الفلوس بتخلص، يعني الحاجات دي كلها عادي مفيش مشكله. طيب ايه الريد فلاجز بقى اللي تخليك، ونشرح ليه تستفيد من ده يعني، هنشرح ليه تستحمل الهم ده يعني. طيب ايه الريد فلاجز يعني، ليه ايه اللي لو شفته تقول لا الشركه دي هتغرق انا امشي، تمام، او استنى يعني اول اوفر وامشي يعني. تمام. اول حاجه مفيش يوزر. تمام. احنا عمالين زي ما قلت لكم كده، اللي هو الفاوندر بيكلمنا كل اسبوعين يقول لنا ايه الاخبار يا اولاد، طب ماشي، طب هات لنا عميل طب يجرب البرودكت اللي احنا بنيناه، لا ابنوا لي 10 فيتشرز كمان بعدين اوريها لهم. مش هينفع اروح للعميل، اصل العميل ده كبير، ده بنك يا جماعه يعني، ما ينفعش اخش البنك واقول له بص الصفحه يعني. طب يا عم اصل هو اصلا شغال في البنك ده صاحبي اصلا، وهو قال لي المنتج ده مهم وهيتباع. يا عمي طب يعني خد جربه، طيب خليهم حتى يعني حد يفتحوا منه. لا، لما نخلصه، وهنخلصه دي في سنه مثلا، وعمال ما نخلصه فلوسه هتخلص ونيجي نوري العملاء، لو يعني لو كان عنده القدره، العملاء هتقول له ايه إيه الكلام ده، احنا اصلا مش بنشتغلش كده. فاهم؟ فطالما الفاوندرز ديسكونكتد من العملاء، ما بيتكلموش مع العملاء كل يوم، وانت نفسك بتشوف العملاء وعارف اساميهم، والمنتج بتاعك بيضرب عندهم، ويجي يقول لك الحق ده فلان خد يجرب السيستم وضرب في وشه وكده، لو ما بيحصلش ده كل يوم، بعد اول شهر لو ما حصلش معاك، بعد شهرين لو ما حصلش معاك، امشي يعني، اوعى تكمل في الشركه دي. تمام. founders constantly changing direction، كل شويه تلاقيه يقول لك ايه، لا انا عندي تصور تاني خالص في القرار. تمام. تاني حاجه اللي هو لازم نشتغل الويك اند ده. طب احنا بنشتغل ليه؟ طيب يعني بنشتغل ليه في الويك اند ده؟ عشان في عميل عملاق عايز حاجه عملاقه واحنا مش عارفين هي ايه. ف... بس كل اسبوع برضو بيحصل قصه تانية مختلفه عن بتاعت الاسبوع اللي فات، خلينا برضو نشتغل الويك اند ده. فهي كونستنت بيرن اوت. تمام. لا ما برضو ايه يعني، احنا ما بنتحركش من مكاننا يعني، فاهم؟ لو لقيت نفسك بتعيد يعني، انا ماشي ما عنديش مشكله ان انا اسهر، بس انا ببني مثلا السبورت سيستم، ماشي يعني، انا بنيت الفيتشر،
وعندي مشاكل في السبورت بتاعها او السكيلينج بتاعها، فانا كده يعني اتحركت، انا طلعت السلمه وواقف في السلمه الثانيه، عطلان في السلمه، مفيش مشكله. لكن لو انا في نفس السلمه وبطلع وانزل على طول واقف في نفس السلمه تاني واسهر تاني، لا ما تعملش كده. تمام. نو فاندنج بلان وران واي كلاريتي، اللي هو كل شهر هتلاقي ان ايه الشركه اصلا مؤثره عليك المرتب كل شهر يعني، وكل كوارتر يعني. فلا دي كده دي شركه يعني ريح نفسك. تمام. مش طبيعي، ده مش طبيعي انها تبقى كده يعني. يا اما معاها ران واي واضح ومعروف هي هتكمل لحد قد ايه وهتاخد ايه خطوات. مثلا بعد 6 شهور هنكمل، بعد 6 شهور يعني معانا فلوس تكفي 6 شهور في البنك، معانا فاندنج حتى ولو صغير يكفينا 3 شهور، مش مهم قد ايه الفتره، المهم احنا عارفين احنا بنعمل ايه ومعانا وقت قد ايه نعمله فيه. تمام. اذروايز احنا شغالين كده اللي هو ايه، مع الله يعني. كيوس از نورمال. تمام. لاك اوف دايركشن بروجرس لا. يعني ما فيش مشكله في الفوضى، بس نبقى عارفين احنا بنعمل ايه يعني، احنا بنتحرك وكل يوم اوضح من اليوم اللي قبله. تمام. اوتومايز لايه؟ انا بقى اقعد ليه؟ يعني لو انا لقيتها هيلسي هقعد اعمل ايه؟ اتصرف ازاي؟ اول حاجه اتعلم كتير جدا. تمام. مالكش دعوه بالتايتل، ما يفرقش معاك اي حاجه. انت اصلا انت بتريبورت السي او على طول. انت يعني لو هي شركه طبيعيه ممكن يسموك سي تي او يعني، فاهم قصدي؟ لو كانت شركه كبيره انت كنت هتبقى اسمك سي تي او، بس هو السي او اصلا مش سي او يعني، هو بيشغل مانجر عادي يعني. وانا لما كنت سي تي او كنت بقدم نفسي للشركات اللي اكبر مني شويه يعني. كنت فاكر ان انا كنت في ايفنت زي رايز اب في اول سنه لينا، فجه يعني مر على البوث يعني السي تي او بتاع شركه فاو. ف باشمهندس نحاس. فلا اول ما شفته قلت له انا تيك ليد في تاكس، اتشرفت بيك جدا انا تيك ليد يعني كسفت ان انا اقول انا سي تي او يعني، انا سي تي او على 1000 واحد في شركه فيها 1000 واحد غير سي تي او في شركه فيها 5. ف... فانا لا انا تيم ليد. تمام. فما تشغلش بالك بالتايتلز. اهم حاجه ان انت بتتعرض لتكنولوجيز كتير، تشتغل فرونت وباك وانفرا وكل حاجه يعني، وعندك فرصه ان انت تخبط في الحاجات دي. محدش بقى مقفل عليك وكده. فانت لا بتتعلم بسرعه. دي الحاجات اللي انت لازم تركز فيها. الاوبورتيونيتيز حاول تبقى عمود الشركه في حاجه يعني، فاهم؟ حاول ان انت شخص لا يستغنى عنه. تمام. تبقى كور انجينير، اللي هو دي الناس اللي لما الشركه تكبر شويه هيبقوا هم المديرين بتوع الشركه. تمام. وده يعني جربناه وشفناه كتير، والناس دي يعني بتفرق معاهم في الكارير جدا بتاعهم، وده السبب الوحيد اللي بيخلي الناس تقعد في الستارت ابس يعني. تمام. أو تاني حاجه ان الناس اللي في الشركه يحسوا ان انت سواء الفاوندرز او سواء التيمز اللي معاك او سواء تيم ليدر او تيفر، يحس ان انت طول ما انت موجود او يعني خلاص لو انت عرفت ان في مشكله انت هتعرف تحلها، قادر على حلها، او ان انت ان شاء الله هتتشقلب وتحلها، هتسهر وتحلها. ده هيديهم ثقه كمان ان هم يدوك مساحه اكتر ان انت تخبط يعني. انا عمري ما هدي واحد ان هو يجرب الا لو حسيت ان هو ايه، بص انا هجربها ولو باظت انا هصلحها يعني، حتى لو يعني هدفع من جيبي. تمام؟ اي حاجه اي مشكله هتحصل انا مسؤول عنها. تمام. ده بيديك احساس بالمسؤوليه، فانت اوتوماتيكلي بتدي له التراست ده. تمام. والتراست دي حاجه عمرها ما بتديها لك الا لو انت يعني خدتها. تمام. لو انت قادر بقى تصبر وزاهد في الجواز وعرضوا عليك ايكويتي مقابل سالري اقل، انت طبعا السالري في الطبيعي في الستارت ابس بتبقى اقل من الماركت ريت يعني، بتبقى اقل من السوق، وهتسمع ارقام تانية اضعاف ضعف مثلا او مره ونص بره. تمام. آم، ف فلو انت هتقبل بالوضع ده وهتصبر على الزيادات شويه مقابل ان انت تاخد ستوك اوبشنز ايكويتي كلام من ده، لطيف. هي يعني مش قصص النجاح بتاعتها مش رهيبه قوي، فاهم قصدي؟ بس برضه بتبقى يعني ايه، ممكن تفرق معاك جامد لو انت مش مزنوق قوي يعني. على الاقل مثلا في اول فتره بسيطه يعني، في اول 6 شهور اقبل بده. تمام. في اول سنه اقبل بده. في تاني سنه اقول لهم لا طب اخد فلوس يعني، فاهم قصدي؟ لو انت مكمل يعني لحد تاني سنه اقول لهم لا 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 انا اخد زياده خلاص، ما انا خدت ستوك اوبشنز قبل كده يعني، ادوني حاجه تانيه بقى. تمام. ف... فدي برضو توضيح للايه للناس اللي جربوا الموضوع ده. طيب انت ممكن تزيد كل شهرين يعني، في الستارت ابس عادي جدا ان انت تاخد ريز كل شهرين، كل ما تطلع برودكت او الكاستمر يجي كاستمر جديد ولا حاجه، الشركه بتتنفس شويه، بيبقى جيلها نفس. ممكن تجيب انفستورز، ممكن تجيب انجل انفستورز يدفعوا فلوس صغيره. أم 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 وتاكد تماما تماما ان انت لو عملت شغل حلو في الستارت اب دي، في الشركه اللي انت فيها دي، انت لما هتطلع لاي وظيفه بعد كده في اي شركه
انت هتاخد 2 اكس السالري، اقل حاجه 2 اكس 3 اكس اللي سمعته، ما تمشيش باقل من كده اصلا. يعني انت لو حد عرض عليك 20% زياده اوعى تروح. لو الشركه حلوه، لو ستارت اب هيلثي، كمل فيها وما تروحش الا على حتى لو اسم كبير ما تروحش غير على 2 اكس 3 اكس. تمام. ليه؟ لان الستارت ابس اصلا بتدفع قليل، فانت لو اتعرض عليك اقل من كده يبقى ما تروحش اصلا. تمام. تاني حاجه ان انت بتكونت خبره. انت اصلا لما بتروح في الشركات التانيه انت بتلاقي الناس اللي حواليك اضعف منك شويه، لانك انت شيء انت بتريبورت للسي تي او مثلا. فانت يعني انت راجل راسك براس السينيورز والتيك ليدز اللي هناك. يعني مش عندكش الخبره المصقوله، بس عندك خبره كويسه. تمام. طبعا يعني جايز انا بكون بعمم شويه، لو حد يعني عنده اعتراض يقول بس ايه. بس يعني دي خبرتي، دي تجربتي، يعني اتمنى انها وانا شايف انها منتشره. يعني اتفضل يا احمد، عايز تقول حاجه؟ يعني كنت عايز اقول يعني some popular opinion بيحصل في حته الستارت اب. تمام، انك انت كانجينير، تمام، او كامبلوي يعني في الستارت اب انت بتتعلم هابتس غلط. اه انت ماشي، انت بتتعلم حاجات كتير، انت يو انرول اون 7 رولز اكشولي. ايوه ايوه. تمام، بس بتتعلم هابتس انت ما غلط. بتتعلمش بروسيس، ما بتتعلمش بروسيس يعني مثلا، بس انت بتتعلم بتكسبوز نفسك لمشاكل وتشالنجز كتيره في التكنولوجي. يعني انت بتتميز في ان انت بتتعلم كتير في الجزء الخاص بالبنى، مش بتتعلم كتير في الجزء الخاص بالبروسيس. تمام. ده اوكي. هم اصلا لو في شركه عينتك هي هتعينك عشان انت تنين مجنح في البنى. فاهم قصدي؟ يعني هي مش بتدور على واحد بتاع بروجكت، ما عندها متلقحين جوه قاعدين بيعملوا بروسيس بقى لهم سنه ومش عارفين يطلعوا فيتشر. فاهم؟ انت هتخش تعمل فيتشر في يوم لانك اصلا انت واخد على كده. انت هتخش ايه البطء اللي انت فيه ده. فاهم قصدي؟ ده الستارت ابس يعني. وكل الناس اللي اتحركوا من شركات ستارت ابس لشركات اكبر شويه في الفيزز اللي بعد كده حسوا بالمشكله دي. بس هو ده اللي خلاه فاليبل ليهم. هم اصلا اكتسابهم فيه ان هو عنده السكيل دي. تمام. هخش على المرحله اللي بعدها، البرودكت ماركت فيت. هنشرح يعني ايه برودكت ماركت فيت. دي الشركه بتبدا بقى تبقى من 10 ل 50 واحد، بيبدا يظهر تيمز بقى. يعني احنا كنا في الاول احنا اصلا كلنا تيم واحد كبير، الشركه كلها 10 تنفار فهي تيم واحد اصلا يعني. ويبدا بقى يظهر بقى مش عارف انجينيرنج وكيو اي وبرودكت وسيلز وماركتنج كده يعني، وكل تيم فيه واحد واثنين وحاجات كده يعني. تمام. الفيز دي بتقعد من سنه لثلاث سنين برضه. البرودكت ماركت فيت دي عمال من الشركه تلاقي البرودكت ماركت فيت. انت ممكن تقعد فيها سنه او اتنين، حلو جدا في المرحله دي. طبعا برضو اجين لو عايز تكمل المشوار كله حلو، بس اكتر من اتنين وهي ما لقيتش لسه يعني ما تنطيتش على المرحله اللي بعدها يبقى في مشكله. يعني انت قعدت سنتين فيها وهي لسه برضو ما اتحركتش، ما دخلتش في الفيز اللي بعدها، يبقى انا بعتبر برضو ان انت هتقعد فيها سنه وهي تاخدك للفيز اللي بعدها. لو ما تاخدكش للفيز اللي بعدها انت شوف انت هتعمل ايه. تمام. طيب. الشركه لسه ماشيه بسرعه شويه بس مركزه، عندها عملاء بقى، والعملاء دول بيطلبوا حاجات، والعملاء دول شبه بعض مش مختلفين عن بعض. الفاوندرز بيبداوا يديليجيتوا. تمام. هتبدا تلاقي الناس بتترقى تيم ليدز وهم مش جاهزين اصلا. هتيجي في يوم كده يقول لك ايه، والنبي امسك لنا السبورت، والنبي امسك لنا البرو، والنبي امسك لنا الديزاين. انا مش ديزاينر يا جماعه، امسكوا لنا. فاهم؟ يتصرف يعني. فاهم قصدي؟ لان ما بيبقاش في وقت للتعيين، بس بيبقى في تشالنج ان انت عايز ناس عندها خبره في الكاستمر، فاهمه الكاستمر وعارفاه وبتتكلم معاه وفاهمه البرودكت كويس، وده صعب تعمله. يعني انت لو جبت حد في المرحله دي من بره، المشكله ان هو بياخد وقت شويه عمال ما يفهم الدنيا، هياخد له مثلا 3 شهور عمال ما يفهم ايه العك اللي انتم بتعملوه ده وبتكلموا مين اصلا. فاهم قصدي؟ وفي ليجاسي كتير، فهي ناس بتوبتمايز ان انا ايه اكبر من جوه. تمام. في اخر المرحله دي هنتكلم يعني في مرحله بدايه الجروس او السكيلينج، بتتغير شويه الاتيتيود ده. بس وهو في نفس الوقت برضو الشركه لسه ما عملتش يعني تراكشن كافي يخليها تجتذب ناس سينيورز اصلا، هي اخرها هتجيب جونيورز. فهي طب ما انا عندي جونيورز يعني. فاهم قصدي؟ هي بقى انا هجيب جونيورز وارقي الناس الجونيورز او اللي هي في الميد ليفل اللي عندي اخليهم سينيورز على طول كده. فاهم قصدي؟ فده اللي بيحصل يعني في معظم الشركات. المتركس بقى بتبدا يبقى في متركس ويبقى في ديدلاينز، طالما بدا يبقى في تيمز يبقى لازم نحاسب التيمز يعني.
تمام. فانت هيتعرض عليك في الموقف ده، يعني لو انت شاطر هيتعرض عليك شويه بقى ايه بوزيشنز كده عنب يعني. تمام. تاخدها او ما تاخدهاش ده موضوع بقى يعني ممكن نتكلم عنه. تمام. طيب الهيلثي فليكس، بتعرف منين ان الشركه دي ناجحه او ماشيه كويس؟ العملاء حابين المنتج مش كارهينه يعني، فاهم؟ مش بنجبرهم كده عليه، فاهم قصدي؟ او مثلا مش مدير الشركه الكبيره هو صاحب المدير مثلا بتاعنا، عارف والله احنا المدير بتاعنا كان شغال في البنك ده يا جماعه، فهو حطهم قدامه البرودكت هديه كده، فاهم قصدي؟ هو اصلا ما باعوش اساسا. فالعملاء الحاليين فعلا بيستخدموا المنتج كل يوم اكتر من اليوم اللي قبل. في فلوس وعملاء جداد بيجوا. بيبدا يوضح كده احنا البرودكت بقى ايه يعني، فاهم؟ احنا كنا عاملين بنبني فيتشرز كتير شويه، بنجرب حاجات وبنخبط وبنجرب لكذا عميل. بيبدا يطلع مثلا ايه، احنا كنا بنتارجت مثلا البنوك والفينتك، او مثلا شركات التوصيل والسوبر ماركت، فاهم قصدي؟ لا احنا لقينا بقى ان احنا مركزين في السوبر ماركت بس، فامسح بقى كل الفيتشرز الزياده، فاهم قصدي؟ تبدا تمسح فيتشرز، دي حاجه سيجنال كويسه بتخبيها مش بتمسحها يعني. تمام. بتبدا تلاقي ان الشركه في نهايه المرحله دي بتعين ناس ليدرز كويسين، سينيورز كويسين، مش يعني ناس بتفهم يعني وتحس كده ان ليها تقل، مش ابن عم المدير يعني. تمام. الريد فلاجز، اول حاجه أم أم يعني ازاي تعرف ان انت ما دخلتش في برودكت ماركت فيت، او الشركه دي بدات في برودكت ماركت فيت بس بتعك؟ اللي انت بتلاقي نفسك محدش بيستخدم الفيتشرز اللي انت بتبنيها، انت عمال تبني فيتشرز محدش بيستخدمها. تمام. ان الفاوندرز يعني ما زالوا مش عايزين يديليجيتوا، عكس اللي قلنا فوق. يعني مش عارفين يكبروا التيمز، هم لسه هم البوتل نيك، سنترلايز ديسيجن، وكل يوم الصبح لازم نروح نسالهم هو احنا هنعمل ايه النهارده. لو ده الوضع، مفيش بلان لمده شهرين ثلاثه يعني، او شهر حتى يعني، مفيش بلان لمده شهر شايفين لقدام كده واحنا عارفين احنا هنشتغل على ايه بكره او الاسبوع الجاي، غالبا في مشكله. بيبدا هنا بقى في المرحله دي عشان نجيب انفستمنت وكده، بتبدا بقى تتقال بقى حاجات اللي هي اصلا هي ما تدلش على اي نجاح. احنا جبنا مليون جنيه، ما جبنا مليون جنيه مش يعني في عملاء، طيب يعني ولا هنصرف فلوس على الفاضي؟ احنا تعاقدنا مع 5 شركات احنا رحنا معرض مش عارف ايه، رحنا معرض بيبان في السعوديه. طب ماشي، عملت ايه في المعرض؟ يعني مفيش عملاء، ما انت يعني رحنا المعرض وجبنا اكبر بوث، عملنا 5 شراكات، مضينا 6 مذكرات تعاون. دي كلها حاجات خدع بتعمل الشركه دي عشان تحسسك بالبروجرس، هو لا في بروجرس ولا اي حاجه. دي اسمها فانيتي ماتريكس يعني. تمام. آم آم المرحله دي انت اكتر مرحله بتتعلم فيها، انت اصلا كل يوم مضطر تقرا كتاب لانك محطوط في موقف عمرك ما اتحطيت فيه قبل كده، ومش تكنولوجي. تمام. في المراحل دي هي مراحل بقى الايه، المانجمنت والبروموشنز يعني، يا ريت تبقى في المرحله دي. تمام. انا هوبتمايز في الايه، اول حاجه ان انا يبقى ليا حته بتاعتي في السيستم بيكبر ويبدا ليه تخصصات والعملاء بتبدا تستقر شويه، فانا عايز بقى حته تبقى بتاعتي، حته تبقى بتاعتي يعني انا اللي بعمل لها السبورت، وانا اللي بنيتها، وانا اللي بكبرها وكده يعني، فاهم قصدي؟ وفي نفس الوقت انا برضو بقيت الدومين اكسبرت في حته معينه، يعني مثلا انا مثلا ايه، انا اللي عامل البيلنج سيستم، واي حد عنده مشكله في اي حاجه ليها علاقه بالبيلنج يجي يسالني، انا اللي فاهم في الداتابيز كويس جدا، وانا اللي باني الداتابيز نص الداتابيز. فانا اي حد عنده اي سؤال في بوست جريس ولا في ماي سيكوال ولا كده بيجي يسالني. تمام. الاوبورتيونيتيز، اول حاجه يعني التايتلز بقى، يعني فاهم ان هي التايتلز بقى بتبدا تظهر بقى، والتيم ليدز والسينيور بتاع والمش عارف والانجينيرنج مانجر والسوبر هيرو والكلام ده، خد تايتل يعني. تمام. ايرلي ليدرشيب رولز، تيك ليدز وكده. ديفينتلي بقى انت بتبقى يعني واضح ساعتها للمانجرز يعني. السالري، هنا هي احسن شويه من المرحله اللي قبلها، بس ما زالت مش ماركت ريت يعني، في احسن يعني، انت ممكن يجي لك اوفرز بمثلا 50% زياده، مش اقل من 50% زياده من بره، من شركات في المراحل اللي بعد كده، مور ماتيور، شركه كوربريت، ممكن يجي لك مره زياده كمان. تمام. التشالنج برضو بيحصل هنا ايه، ان انت بتشيل تيم ليد وانت مش تيم ليد يعني، ما تاخدش سالري تيم ليد يعني، مش شايلوك تيم ليد لان هو اصلا ما جربكش تيم ليد، وانت ما جربتش تيم ليد. انت لو رايح حته بره يعني، انت بس اشتغل في تيم ليد شهرين وروح في حته ثانيه هتاخد ضعف السالري يعني، لانك خلاص بقيت تيم ليد يعني، فاهم قصدي؟ يعني انت قعدت فيها شويه وما مشكش، فيبقى غالبا انت نجحت يعني او على الاقل ماشي على مواسم يعني. تمام. هنا برضو هتزيد مرتين في السنه، والنطات هتبقى كبيره،
يعني بسبب ان انت بقى بقيت تثبت نفسك في بوزيشن اعلى. يعني انت بروموتد بس ما خدتش الريز، فانت ايه، بتلاقي النطه متاخره شويه بس ايه، بتلحقك يعني. وساعتها اصلا انت بتبقى مور فاليبل للشركه بعد النطاط دي، يعني انك انت قدمت السبت بتلاقي الحد يعني. تمام. هنا بقى الكاريرز بتنط بقى. يعني هنا ناس اللي هو ايه، اللي هو مثلا ايه اصغر سي او في المنطقه مثلا، فاهم؟ ده بيحصل بسبب ان هو نط النطتين دول في مرتين في الكارير بتاعته في الشركتين، فظبطت معاه. ف... ف... فيعني دي طبعا جميله جدا، وبيتعرض خبرات حلوه جدا في المرحله دي. آه، طيب، المرحله اللي بعد كده الجروث والسكيلينج. الشركه بتسكيل بقى، دي السكيل ابس بقى، بيسموها السكيل ابس مش الستارت ابس. تمام. بتبدا من 50 100 200 واحد، ده الرينج يعني. معظمهم بيبقوا في ال 70 80 110 كده يعني. اورج بقى، في اورج ومالتيبل تيمز، ويمكن بدا يبقى فيه ليفلز. تمام. وبقى فيه يظهر بقى اسامي زي دايركتورز، مش عارف، هيد اوف كذا، حاجات كده يعني. تمام. المرحله دي بتاخد لها مثلا 6 سنين، من 3 ل6 سنين، عمال ما تبقى انتربرايز كبيره. ممكن اطول، على حسب السوق، على حسب الماركت، على حسب الصناعه برضو اللي انت فيها. انت ممكن تقعد فيها من 2 ل4 سنين. تمام. اي جس يعني برضو ايه، نلاحظ برضو ان ايه، ان الفترات بتطول، يعني الشركات بتقعد في الفتره دي اطول. فانت لو ما قعدتش فتره كافيه انت مش هتتعلم حاجه، يعني انت مش هتعرف تحقق اللي انت عملته. يعني نو ان انت في الشركه اللي بتعمل برودكت ماركت فيت ان انت هتترقى لتيم ليد وانت ما قعدتش اصلا 3 شهور يعني. فيعني ايه، ما يعني مش عشان قعدت شهر عايز تبقى تيم ليد يعني، ما تضحكش عليا. فاهم دي؟ على الاقل على الاقل هتقعد 6 شهور 7 شهور ويبداوا يرقوك وهيستنوا يعني. هتقعد برضو كمان 6 شهور 7 شهور كمان عمال ما يدوك الريز. فاهم قصدي؟ فانت يعني بسرعه هتلاقي نفسك قعدت سنتين يعني. احنا حتى هو كانوا بنقترح من سنه لسنتين يعني. فانت توقع ان انت لو الشركه في المرحله دي اقعد سنتين. تمام. يا اما ما تقعدش، ما تعبش نفسك يعني. لانك مش هتستفيد حاجه، انت كده هتاخد كل العيوب ومش هتاخد اي حاجه من المزايا. لو مش هترقى هناك يبقى انت خسران في الشركه دي. تمام. المانجمنت ستايل، اول حاجه الاستراكشر بيبدا يكبر، يقعد يعمل تيمز وحاجات كده. بيبدا يظهر ميدل مانجمنت بقى، مش عارف مانجر اوف كذا، ويعني ليفلز بقى يعني، ويبقى مدير مديري يعني. دي كلمه ما كناش بنسمعها في الستارت اب، مفيش مدير مديري، هو مدير مديري ده صاحب الشركه او سي او يعني. البروسيس بدات تبقى مهمه بقى. ليه؟ لان يعني التيمز كترت، فلازم يبقى في تعاقدات ما بين التيمز دي، ويبقى في اكسبكتيشنز، في شويه بيروقراطيه كده بتبدا تظهر. بنبدا بقى ان احنا يعني ايه، نبقى يعني بنكسكيوت بشكل منظم يعني. الهيلثي فلاجز، اول حاجه ان البروسيس واضحه، مش يعني مش بتعطلنا وخلاص. تاني حاجه، بقينا نعين سينيورز بسهوله، يعني الشركه بدا يبقى تسمع، وبقينا نعين سينيورز بسهوله ويجوا وكده، ودي ناس برضو بتتشالنجك وكده يعني. بدانا نحل المشاكل اللي عندنا، اللي هو شيلوا ميتين اللي جوه دي بقى، يعني ايه السكيلينج بقى، وكل العك اللي كنا بنعمله، والتكنيكال ديبت اللي هي اللي احمد كان بيقول عليها، كل العك اللي احنا كنا بنعمله في المراحل اللي قبل كده بدانا نلمه بقى يعني. فاهم؟ نظبط بقى كل اللي ايه بنعمل. لو فيش كود ريفيوز بنعملها، لو عمالين بنعك في البرفورمانس ما بنعملش اندسيز بنظبطها. مش عارف، بنطلع في اي ميعاد ريليس، بنبدا بقى نظبط مواعيد الريليسز. نبدا نحط فيتشر فلاجز، يعني كل الحاجات الجميله اللي كلنا بنسمع عنها وما كناش ينفع نعملها في الستارت اب خالص، لان الستارت اب ما عندهاش وقت الهبل ده يعني. لازم انت هتقفل بكره يعني، فانت لازم تركز مع العميل وتبني له فيتشر. يعني ما تروحش تبني اوثنتيكيشن وسكيورتي وهو اصلا ما فيش داتا سكيور. ما ينفعش تبني مثلا، انا عملت يعني تو فاكتور اوثنتيكيشن، ايه اصلا العميل بيقول لك الباسورد ايه يا باشمهندس؟ يعني ايه، ما تضحكش على نفسك يعني. تمام. فانت you will gain lots of challenges، تتعلم lots of technical challenges في الستارت اب، بس ما هياش ليها دعوه بقى بالنون فانكشن ريكويرمنتس اللي هي السكيلينج، المينتينابيلتي، مش يعني الحاجات الجميله دي لا، مش هتتعرض لها قوي يعني. بس انت هتعمل كل حاجه تانية في البنى اكتر. تمام. performance optimization، الاند تو اند تيستنج، ده اللي هو اللي الناس بتقول عليه بس انا عمري ما شفت حد بيعمله كده يعني. كارير لادرز، بتبدا بقى الترقيه تبقى واضحه، ومش اي حد هياخد الترقيه يعني. في المرحله اللي قبلها اي حد عنده نفس ممكن يخلوه تيم ليد،
تمام. لكن المرحله دي لا، احنا بدا يبقى في كرايتيريا تقيله شويه، لان انت بمجرد ما تبقى تيم ليد في 3 بيريبورتوا ليك، انت لازم تبقى تيم ليد جامد، اذروايز هتعك يعني. تمام، ومش هتعرف تسيطر يعني. مش هتعرف الناس اللي معاك يعني. تمام. الريد فلاجز بقى، لو لقيت دي حاجات كتير مستنيه واقفه على امضاء المدير، يعني لو لقيت الوضع كده يبقى انت ايه، يعني في بيروقراسي كتير ظهرت زياده عن اللزوم اكتر من اللازم في مرحله السكيم دي، غالبا بيبقى في مشكله تحت يعني. يعني في مشكله كده مش فاهمينها. بتبقى مثلا ايه، الناس بدات تلاقي الموضوع الكيكه كبرت ويعني ايه، كل واحد عايز حته، بيبدا بقى يعني ايه، والناس بقى عماله تلعب بوليتكس مع بعض يعني ايه. لا ما خلاص الحوار ده طلع شكله حلو، فاهم؟ وزي ما بيقولوا النجاح ليه 1000 اب والفشل ايه لقيط. ف... فهي الشركه هنا بدات تبقى ليها 1000 اب بقى، فبيبدا بقى ال 1000 اب يتخانقوا ويتناقروا، فاهم؟ بتلاقي شويه حاجات كده بوليتكس بدات تظهر، فلو ظهرت تعرف ان الشركه دي خلاص هي مش هتكمل. تمام. وده ويعني مش فيهم شو بيسرقوا، شوفهم هم بيتحاسبوا والجو ده. تمام. هي بس تبقى صراع على مين بقى اللي ايه، اللي هو يعني ياخد المجد بتاع ان انا اللي كبرت الشركه دي، انا اللي عملتها والكلام ده يعني. فلو لقيت الوضع ده يبقى يعرف انها ايه، خلاص باظت كده. البروموشن برضو ماشيه بالبوليتكس، هي برضو ايه يعني، دي الايتم اللي فوقيها يعني. تمام. ما حدش مهتم بتكنيكال ديبت، وكله مهتم ببنى فيتشرز مثلا او حاجات كده. دي برضو بيبقى هدفها ان انا اخد بونطات، يعني انا اطلع بقى اقول انا اللي صاحب الفيجن العظيمه اللي هبني الفيتشر اللي هتخلي الشركه تبقى 2 اكس في المستقبل. تمام. مانجرز بلوكينج اكسكيوشن، الاجتماعات كتير 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 والكلام بيتعاد كل مره، انت بتكتشف الميدل، يعني احنا دخلنا ميدل مانجرز، فالميدل مانجرز دول ممكن يبقوا فاشلين، وارد يعني، وارد يبقوا فشلوا الشركه يعني. تمام. او مثلا حتى لو رقينا من جوه ممكن نلاقي برضو ناس مش كومبتنت قوي يعني. فانت بتلاقي الكلام بيتعاد كل مره، يعني كل مره نخش احنا هنعمل الاسبوع الجاي كذا كذا، او نعمل السبرنت دي كذا كذا، وتلاقي السبرنت اللي بعدها بيقول نفس الكلام، انت بتتهرج ولا ايه في إيه؟ تمام. طيب حنان اتفضلي. يعني بيظهر هنا حاجه كنت عايزه برضو حضرتك نتكلم فيها، ان بنبتدي ساعات الشركه تعين ناس فوق الناس اللي كانت موجوده. يعني لو في واحد بقى فضل وكان مبسوط في كل مرحله من المراحل، الشركه ممكن ما تجيب له، لا انا عايز بقى واحد هنا بيفهم قوي في الحته دي، دايركتور بقى ومش عارفه ايه. يعني لو حد بقى واجهته حاجه زي كده مثلا بيتعامل معاها ازاي؟ طيب هو يعني هو هنا بيبقى فيه تشالنج تاني بيواجه الشركه. اولا ده بيحصل بسبب ان يعني مفيش مشكله ان انت تقعد مع الدايركتور، الدايركتور ده ممكن ما يعمرش، الدايركتور ده ما كانش موجود في الشركه قبل كده، ماشي؟ فتاكد ان هو ممكن ما يعمرش، فانت اقعد معاه وافهم دماغه وخد الحته الزتونه اللي عنده، لانك انت عندك الخبره بس ما عندكش الزتونه، يعني ما عندكش يعني سوري، انت عندك، انت فاهم الشركه من جوه بس انت مش فاهم الشغلانه. تمام. فعشان كده انت ما خدتهاش. تمام. لان النقطه من فيديو كونتريبيوتور للتيم ليد، انا شفت التيم ليدز تمام، واقدر اقلد تيم ليد يعني. انا يعني مديري اشتغل معايا تيم ليد شويه، فانا هشوف هو كان بيعمل ايه وهحاول اقلده او هتعلمها او كده. لكن انا اقلد دايركتور وانا ما شفتش دايركتور اصلا كده. تمام. او مثلا حد بيشتغل على الليفل استراتيجي مثلا بكومبلكسيتي وكوست عالي وشركه، يعني احنا عندنا عملاء وعندنا سمعه دلوقتي بنخسرها، فالسكيل بيبقى يعني الستيك اعلى شويه للاسف يعني. فعايزين حد راسي كده وتقيل. تمام. انا اتعلم منه الرسائل والتقل ده. تمام. لو انا عندي خلق على ده يعني. وبعد كده هو هيمشي وانا هاخد منه. تمام. دي اول حاجه يعني، ده اول حاجه يعني، مش عشان هم جابوا حد ان هم عايزين الحد ده يعني. هو الحد ده اصلا جاي يعني غالي، لان هو جاي خبير، يعني احنا جايبين خبير البهنساوي ايه. فالخبير البهنساوي ده هياخد فلوس جامده يعني. فانت ممكن تبقى ارخص من خبير البهنساوي يعني. ده اول حاجه. تاني حاجه، آم، آم، الخبير ده عمره ما هيعدل تعديلات كبيره، بالعكس ده هو هيبقى ريسك افيرس شويه يعني، هيخاف. تمام. وممكن ياخد قرارات بيزد على الشركات هو اشتغل فيها قبل كده برضه ويعق يعني. واحنا حكينا برضه عن التشالنج ده. بالتالي التشالنج انه ممكن ما يلحمش مع التيم اصلا، يعني يجي في مش كالتشر فيت يعني. فهنا برضو التشالنجز دي بتبقى ايه، بتبقى كبيره. ثالث حاجه بيبقى في احتياج للسبيشاليزيشن شويه، فانت غالبا هتضحي ببعض السكيلز اللي عندك عشان تركز في سكيل واحده. ف يعني انا شايف انها مش نهايه العالم لو جابوا حد زي كده. انا رايي تقعد تتعلم منه الحته اللي ناقصاك لو انت ما كنتش مؤهل.
وكويكلي يعني انت هتقدر قادر ان انت تعدي خطاه يعني. وعاده برضو في السكيل ابس بيبدا يتفتح ديبارتمنتس وتبدا تتقسم حتت ونفصل بقى. يعني مثلا كنا عاملين تيم سبورت، فقررنا نعمل سبورت لمصر وسبورت للسعوديه، تمام؟ فهو الاماكن بتتضبل يعني تفقس. فهي لو ما لحقتش انت الفقسه الاولانيه هتلحق الفقسه الثانيه، فيعني ما فيش مشكله، اصبر يعني. وزي ما بقول يعني هي بتيجي بالشكل ده. تمام. انت ممكن توبتمايز لايه؟ اول حاجه يعني اهم حاجه هنا، يعني دي بقى البوينت اللي انت كنت بتقول عليها، الليدرشيب والانفلونس. ان أنا الناس كلها تبقى عارفاني، الجديده والقديمه، وعارفين ان انا يعني انا عضو فعال في الشركه دي. بس الناس الجديده بتبقى ايه؟ يعني هي داخله ومش عارفه مين مهم هنا. فاهم قصدي؟ فانت حسسهم ان انت مفيد ليهم، هتساعدهم. خليك يعني ساعد كل الناس، وما تبقاش بخيل بالعلم اللي عندك. ما يعني اديهم معلومات، وضحهم. يعني برضو في حركات هنا بتحصل، ايه حركات يعني ايه مش حلوه. عشان الناس يعني زي ما انت بتقولي مثلا ايه، حاسس ان ايه ولا ما جاب واحد فوقيه يعني، طب ايه انا اديت الشركه عمر. لا، ما تبقاش انت البلوكر يعني. بالعكس، انت لما تعمل الحركه دي انت اكشلي هتستفيد اكتر. تاني حاجه، وهتعمل ثقه، لان الناس دي لما هتمشي، الدايركتورز دي لما هتمشي هي هتلاقي شغل تاني، ما تقلقش يعني. الناس دي زي ما جت عندك هتروح في حته تانيه يعني. فالناس دي ممكن تنقلك في حته تانيه في الكارير بتاعتك برضو، فتستفيد من النتورك دي. انت بيزيكلي الشركه عماله تجيب لك نتورك جديده تقعدهم معاك. يعني انت قاعد في شركتك كده مستقنيس، والناس جايبه لك ناس برنسات تتعرف عليك. فده حاجه جميله يعني. ف... والناس دي بتبقى محتاجاك في الاول. فانت يعني كون معاهم علاقه كويسه، الناس دي هتتصل بيك بعد كده وتقول لك تعالى ساعدني في حاجه مهمه، في تشالنج كبير انا في واخد بوزيشن، ماسك ديبارتمنت، بفتح ديبارتمنت، بعمل حاجه. فانت يعني الشركه عندنا عايزه تعمل ديبارتمنت، وانا شايف ان انت تقدر تشيل مكاني وات ايفر يعني. تاني حاجه ان احنا اهتم بقى بالحاجات اللي هي بقى بتاعت السكيلينج بقى والحاجات دي، كروس تيم كولابوريشن. ما تسيبش يعني، ما تزنقش نفسك في تيم واحد، ما تشجعش السايلوز. الشركات لما بتكبر شويه بيبدا يحصل زي ما قلنا بوليتكس وسايلوز تفورم. يعني ايه؟ لا ده التيم اللي مش عارف ايه، ما اوعى تقعد معاهم، دول وحشين ما بيفهموش. اوعى تقول لهم يعني الكلام ده. تيم البرودكت ما بيعمل ايه، تيم الديفلوبمنت مش عارف، تيم الكيو اي ده كده يعني. فاهم؟ تبدا الكلمات دي تتقال. لا، انت حاول انت تتوسع شويه، ما تزنقش نفسك، ما تحطش نفسك في قوالب يعني. الاوبورتيونيتيز يعني هنا عندك فرصه بقى ان انت مثلا تبقى انجينيرنج مانجر، تيم ليد، تيك ليد، اركتكت. الحاجات دي كلها حلوه. حاول انت تمسك اي ريديزاين بروجكت، انت فاهم البروجكت اصلا او فاهم الحته دي كويس. فانت لو الطلب ان انت احتاجنا نعمل لها ريديزاين عشان مش قادره تسكيل بسبب العك اللي عملناه قبل كده، تكنيكال ديبت كبر زياده عن اللزوم، محتاجين عاده بعد 6 سنين مفيش سيستم ما بيتكتبش تاني. معظم السيستمز بتتكتب بعد 6 سنين، حاجه زي كده لو هي مكمله يعني. بيلد ريبيوتيشن برضو يعني. يعني الناس كلها لازم تبقى عارفه. السالري عاده في المرحله دي السالري بيبقى فوق السوق، يعني فوق مستوى السوق، خاصه تقديم، فلازم تاخد فلوس كويس يعني. نيجوشيت هنا شويه. تمام. انيوال انكريز. والناس اللي جايه برضو جديده دي واخده مكيته يعني، فانت انت يعني مش اقل من. تمام. انيوال انكريز. الزياده السنويه بقى بتبقى صعبه يعني. وهنا برضو وده مهم يعني. احنا يعني انا في المراحل دي لما كنت بعين، انا كنت غالبا بعين الناس فوق السوق شويه، عشان عارف ان انا مش هعرف اجيب لهم زياده اخر السنه. يعني انا عارف ده بسبب ان المنافسه بتبقى شديده جدا على الزياده السنويه. يعني الزياده السنويه الشركه مثلا قادره مثلا تزود البادجت بتاعتها 10% مثلا، يعني الجروس بتاعها الله اعلم كام يعني، على حسب السكيلينج فيز اللي هي فيها. ممكن يبقى 20%، ممكن يعني الشركه بتكبر 20%، في شركات بتكبر 2 اكس و3 اكس برضه، بس يعني في اعتبارات اخرى. بس هي مثلا يعني هي برضه بتبقى عايزه تخلق كومبيتيشن هيلثي كده يعني. فتقول لك مثلا الزياده السنويه 20% من البادجت. فهل ده معناه ان انا ادي الناس كلها 20%؟ في واحد اصلا بيشتغل ضعف الشغل بتاعه وماسك ديبارتمنت وبقى في بوزيشن تاني خالص، فلازم البروموشن بتاعته تنط جامد. يعني هو كان تحت السوق، فانا عايز ارفعه فوق السوق يعني. احنا خارجين من المرحله اللي قبلها زي ما انتم واخدين بالكم. او انا مثلا بعين ناس اصلا ما كنتش بعرف اعينها قبل كده. فالنطه جامده يعني. فما بقاش في قدره. يعني مثلا لو الشركه عندها 10%، هي في واحد لازم يزيد 40%. تمام. او 30% السالري بتاعته. فانا هجيب له منين؟ فاللي بيحصل ان مش كل الناس بتاخد ريز في الشركات اللي في المرحله دي.
تمام. في منافسه شديده يعني، بس هي الفلوس اصلا حلوه، فاللي هو ايه يعني الناس ما يعني ما تدقش قوي. آم، آم، بس يعني انا بوضح الفكره يعني. وبيبدا بقى يبقى فيه بونسز وبينفيتس وشويه كلام كده يعني. آم، هنا بقى المرحله اللي هي يعني ايه الكارير بتاعتك بتبدا بقى ايه يعني نتورك تكبر، فاهم قصدي؟ وانت اوريدي بقى معاك تايتل ومسؤوليه اكبر، ومعاك تيم، او يعني بتحاول تبني تيم او بتجيب بروجكت، فاهم قصدي؟ فهنا بقى يعني ايه مرحله الحصاد، فاهم قصدي؟ فانت احصد بقى، ركز في ايه في لم الحصاد شويه يعني. تمام. ركز انت بتعمل ايه يعني، ما تقعدش هنا ما تشتغلش، ما تسرحش في المرحله دي. المرحله دي مرحله مهمه. تمام. طيب مرحله الماتيوريتي بقى، دي الشركات بقى اللي هي عامله زي البنوك والانتربرايز الكبيره بقى، فودافون والحاجات اللي شبه كده يعني. ايه الشركه مثلا بتبقى 300 ل 2000 موظف، ارقام كبيره جدا، فيها ستراكشر رهيب. تمام. والرولز معروفه قوي، ومحدش ينفع يعمل حاجه بره صلاحياته اصلا. تمام. دي بيئه مش مناسبه للشخص اللي كان في اول ستارت اب ده يعني خالص يعني. ويعني انا يعني معظم الناس هي بتخش في المرحله دي، بتخش في دي ما بيتحركوش كتير، او لو بيتحركوا يعني بيبقوا حريصين شويه. تمام. دي مرحله حلوه لو انت لقيت نفسك في مكان زي ده. ربي عيالك بقى وجيب شقه وادفع اقساط. الشركات دي غالبا بتبقى بريدكتبل شويه، ما فيهاش لي اوفس يعني، فالسالاريز ما بتتاخرش، حاجات كده يعني. مفيش حاجه اسمها سالاري اتاخرت في شركه بالحجم ده. تمام. بس هي مشكلتها ان الشركه غالبا بتبقى دخلت في بلاتو يعني، وقفت بقى يعني، ما بتكبرش يعني. تمام. البروسيس بتبقى مثلا ايه، يبعت له ايميل وسي سي المانجر وقصص وحكايات ودراما. ومفيش حاجه اسمها تجرب تكنولوجي جديده، جرب لانجوج جديده، تجرب حتى نوع لابتوب جديد ولا اي حاجه. مفيش اي كلام من ده. الكلام ده محتاج موافقات يعني. ليه؟ لان احنا عندنا عملاء كتير بالالاف. القرار الواحد غلط ممكن يعني يمرمط الشركه كلها، يبهدل سمعتها يعني. تمام. فهي الميزه هنا في ستابيليتي. هنا بقى انت تعمل ايه؟ او اولا الفلاجز يعني. اول حاجه الهيلثي بتلاقي بقى انجينيرنج ستاندرز كويسه، ناس بتكتب اركتكتشر، بتفكر في الديزاين، شويه بقى سايكلز وديدلاينز واضحه ومواعيد ثابته، ويعني مفيش ايه الهرجله بتاعت الستارت اب وعايزين نطلع ريليز بكره والعك كده يعني. تمام. بيستثمروا في الناس، بيستثمروا في التولز، في مجال للترقيه. تمام. مش متستفه على الاخر يعني. لو الشركه متستفه على الاخر ومفيش، مش شايف يعني مش شايف ان انت مثلا خلال 6 شهور ممكن تبقى ليد، او خلال سنه ممكن تبقى تترقى لمكان مديرك، لو انت مش شايف مكان لده يعني الشركه دي خلاص متستفه يعني، امشي يعني. او يعني، وهقول برضه ممكن تعمل ايه. تمام. الريد فلاجز، مفيش بقى انوفيشن، مفيش حاجه بتتطور، فاهم قصدي؟ مفيش اي بروجكتس جديده بتبدا، احنا عمالين نمنتين بس. الاقدم بس اللي بيترقى يعني الترقيه بتبقى بالادميه السن بالسن يعني. احنا شغالين في حكومه بقى. تمام. اكسسيف ميتينجز كتير، ابروفالز كتير، زياده عن اللزوم يعني. في طبعا هيبقى كده، بس يعني ايه لو لقيت مفيش حاجه بتتحرك برضه بنعمل ميتينجز على الفاضي يعني ايه. في ساعات بقى الشركات اللي في المرحله دي بتبدا تعمل لي اوفس. يعني خلاص سبتت زياده عن اللزوم، التيمز دي ما بتعملش حاجه، لي اوف. تمام. الريسك هنا مش ان هي تفشل، مش انها تقفل، مش كده. الريسك انها تفضل في مكانها، لانك هتفضل انت كمان في مكانك لو انت في بدايه الكارير بتاعك. دي خطوه مش حلوه. تمام. يعني ما تقعدش فيها كتير. ده الموقف اللي انا كنت فيه. تمام. وما كانتش الشركه فيها 100 واحد يعني. فده الخدعه بقى، ان هي ممكن تبقى شركه كبيره يعني، شركه سوري يعني حجمها صغير او متوسط، ميد سايزد يعني، فيها مثلا 80 90 واحد، بس هي من جوه عامله زي البنك. ف ف فاهم يعني اللي هو فيها ريسك افيرجن شويه، فيها يعني ستابيليتي زياده عن اللزوم، فيهاش تجديد يعني. طبعا النهارده البنوك بتتطور رهيب يعني. بنك مصر والحاجات دي عاملين شغل حلو. تمام. نوبتمايز ليه؟ اول حاجه، هنا بقى ميزه بقى، انت فاضي يعني، الدنيا رايقه شويه بقى، فانت ايه تمسك بقى الموضوع يعني. انت عمال تعك في داتابيزز وتبني تيبلز، وانت ولا فاهم نورماليزيشن ولا فاهم دي نورماليزيشن ولا فاهم اندسيز ولا عارف ايه انواع الاندسيز، وعمال تقرا يقول لك بي تري ومش بي تري وايه الانفرتد اندكس. الكلام اقرا بقى الكلام ده. هنا وقت صقل الخبره. انت عندك، انت تعرف تبني حاجات كتير بس انت مش فاهم تفاصيل. تمام.
برضو اللانجوجز، يعني انت بتكتب ب5 لانجوجز بس مش فاهم ولا لانجوج فيها للاخر. يعني لو سالتك مثلا ايه كلوجرز، مش عارف ايه كلوجرز، يعني فاهم قصدي؟ فيعني ادفانسد توبيك شويه في الجافا سكريبت، بس يعني وهو معظمنا فاهمه بس انا مش فاهمه قوي. انا واخده كده بالكفته يعني. فلا افهم يعني، ده وقت الايه، ده وقت ان انت تتعمق في التكنولوجيز اللي انت اشتغلت بيها او اللي انت بتشتغل بيها. تمام. فده وقت حلو. تاني حاجه، حاول تنقي المشاريع المهمه. لو انت بقى مش لاقي مشاريع مهمه جديده بتفتح في الشركه، يبقى غالبا الشركه مش حلوه يعني، اخلع. تمام. بس انت كده هتسمع ده هم هيفتحوا بروجكت كمان 3 شهور، هيعملوا بقى بايه، محفظه مائيه مثلا، يعني ما حدش عارف يعني، فاهم؟ هيعملوا مش عارف توصيل البحث، فاهم؟ بروجكت. لو كل ما البروجكت يبقى امور استراتيجيك حاول تبقى فيه. تمام. شطارتك هنا طبعا يعني انت تثبت مهاراتك وكده، وبرده مثلا ايه، لو البروجكت ده هيشتغل بتكنولوجي جديده روح اتعلمها. يعني بلان اهيد يعني. تمام. opportunities، السينيور يعني هنا صعب ان انت تترقى يعني، بس انت الاوبورتيونيتيز هنا ان في سينيورتي عاليه يعني، تايتلز كبيره شويه. تمام. دومين اكسبرتيز، ان انت تفهم الصناعه اللي انت فيها. يعني انت في بنك مثلا تفهم بقى يعني ايه اكونت، يعني ايه بقى تفهم بالانس، تفهم اللايف سايكل بتاع البنك. يعني من الاخر انا عايزك تبقى ايه، تنفع تدير بنك. تمام. مش هتوصل للمرحله دي، بس يعني عايزك تفهم الدومين كويس جدا، تفهم الموظفين كلهم بيعملوا ايه جوه الشركه دي. فاهم قصدي؟ ليه؟ دي احسن مكان انت ممكن تطلع منه بعد كده تعمل ستارت اب وتبيعها للمكان ده. يعني لو ما كونتش دومين اكسبيرينس في الشركات اللي من النوع ده، انت هتخسر كتير. تمام. استابيليتي الدومين هنا اقصد بيه ان انت تفهم الصناعه، تفهم الكاستمرز، تفهم اللايف سايكل، تفهم بيشتغلوا ازاي، مش تفهم التكنولوجي. سيبك من التكنولوجي بس، يعني مش تركيزك في التكنولوجي بس. هنا برضو ايه الفولورز بتوعك، بمجرد مثلا يعني انا لو شغال في مايكروسوفت، بمجرد ما اكتب على لينكد ان انا شغال في مايكروسوفت هتلاقي عندي مثلا بتاع 10,000 فولور يعني، فاهم؟ السي او الجديد بتاع ابل اللي مسك بعد تيم كوك، دخلوا لقوا عنده مش عارف 130,000 فولور. جابوا ما بيكتبش حاجه على لينكد ان اصلا، بس يعني هو عشان بقى اسمه سي او ابل، يعني مجرد ما الناس عرفت كل الناس عملت له فولو. هو ما كتبش حاجه بس هم عارفين ان هو هيكتب، لو كتب هتبقى حاجه مهمه. فايه فيعني دي برضو بتديك يعني كريدت حلو لما تيجي بعد كده تسيب الشركه دي مثلا وتعمل حاجه بتاعتك، او تشتغل في شركه صغيره شويه، او بتدور على شغل في يعني في حاجه مثلا ايه انترستنج شويه، ممكن ما تبقاش اوبن لكل الناس، حاجات كده يعني. فدي حاجه يعني تعرف تاخدها خد يعني. تمام. انا برضو رحت ايفنتس يعني، انا برضو ايه عندي يعني جاي من شركه تعتبر ستارت اب صغيره يعني، فرحت ايفنتس مثلا. ممكن يبقى حد من شركه من الشركات الكبيره دي، يعني هو ما عندوش نفس خبرتي، بس معاه ستيج قد كده عشان الشركه دي يعني صارفه على الايفنت وعامله سبونسر شيب وحلوه وبتاع. فيعني والناس بتقعد تسمع له، يعني هو بيقول اي كلام بس بس ايه، بس الناس بتسمع له يعني. فدي حلوه لو انت تقدر بقى تبني ريبيوتيشن بتاعتك وتقول حاجه مفيده اعملها، يعني تبقى تحفه. لان الفرصه دي قدامك في الشركات دي. لكن الشركات الستارت ابس مش فاضيه للكلام ده. شركات صغيره شويه اللي مستعجله على العملاء وكده ما بقاش عندها وقت للكلام ده قوي. فيعني ايه مش تعرف تسكل الحاجات دي. فلو انت في المكان ده حاول تستغل الحته دي. السالري اتيتيود طبعا هنا السالري بتبقى عاليه، الزياده طبعا بتبقى تعبانه خالص. تمام يعني. بس في بنفيتس حلوه بقى، ترابيزات بلياردو وبينج وساره في الاتش ار بتفسحنا كل شهرين، تودينا في مكان عظيم كده مش عارف تبقى دافع فيه كام، حاجات كده يعني. بناكل حاجات غريبه مش فاهمينها يعني. فدي الشركات دي يعني. معلش انا باكزاجريت عشان يعني ببالغ شويه عشان اوصل الفكره بس زي دي البوينت. طيب. اي جس يعني احنا ممكن زدنا عن الوقت شويه. انا كنت هتكلم على الشركات اللي دخلت في مرحله الديكلاين. تمام. بس انا حاسس ان احنا محتاجين يعني هي اهم حاجه فيها بتحصل ان الشركات لما تلاقي كل شويه المدير بيتغير، انت شركه كبيره مش صغيره، او كل شويه يقفلوا تيم كامل. تمام. ويا سلام بقى لو التيمز دي اللي كانت بتبني بروجكتس جديده مش بروجكتس قديمه، يبقى الشركه دي خلاص دخلت في مرحله الديكلاين والشركه دي هتموت. تمام. في الشركات اللي من النوع ده اوعى تشتغل على تكنولوجي ميته يعني. ما يعني ما تشتغلش انجولار مثلا، ما تشتغلش اكتيف سكريبت، ما تشتغلش فلاش يعني. هتلاقي عشان شركه قديمه شويه شغاله من زمان، فاهم قصدي؟ احنا عندنا مثلا في تاكسفول احنا بانيين السيستم بفيو 2
يعني حاجه ماتت خلاص، يعني اي حد بيعمل بروجكت جديد النهارده. بس انا يعني هجبر الناس اللي بشتغل عليها، ولو الموضوع كبر مني شويه انا هخليهم يشتغلوا بفي 2. يعني ايه، ف فانت دخلت كده زنقت نفسك في حته ميته. والحمد لله كلهم برضو بيشتغلوا رياكت، يعني بيشتغلوا بالحاجات الجديده برضو. يعني احنا عندنا بالانس عشان عندنا بروجكتس كتير، او يعني عندنا يعني بلاتفورم كبير. ففي وكده وفي كده. بس انت لو لقيت نفسك مزنوق بس في الحاجه اللي هي متخصصه قوي وكده، يعني في ناس مثلا تلاقيه بياخد سالري عملاقه جدا عشان بيشتغل سي يعني، او بيكتب باسكال. عادي يعني، لو انت موافق على كده تمام. بس مش في اول الكارير بتاعك، يعني مش حاجه تعملها لفتره طويله، هتعملها بس عشان تدفع قسط الشقه واخلع. تمام. هي الميزه هنا ان انت ممكن تليد بقى التيمز. يعني ممكن انت تقنع المانجرز بتوعك وتعمل انت بقى التيمز مثلا اللي بتكتب باللانجوج الجديده، بتعمل ريفاكتور، تعال نجرب الاي اي، تعال نشوف كود، تعال نعمل مش عارف ايه، تعال نري رايت البتاع دي، وما تقلقش انا هسهر واعمل كل حاجه وانا اللي هطلعها بنفسي. يعني تمام. برضو هنا في يعني برضو لو في فاست بروموشنز برضو، لان المديرين بقى بيبداوا يخلعوا من الشركات دي. فاهم قصدي؟ التيم دي تلاقيه حاسس انها خلاص بتغرق فايه فبيخلع. فانت ممكن تمسك مكانه، تتعرض برضو بعض التجارب الكويسه، تشالنجز يعني حلوه. اللي بيحصل برضو في الشركه دي ان في مثلا اربعه بياخدوا 40% من مرتب الشركه دي يعني. فانت برضو خلي بالك يعني ايه، هنا في السالري مفيش زيادات في السالري، وهنا يعني ايه البوزيشنز هي اللي بتفرق. آم آم بس ده البوينت. اخر حاجه المصادر. المصادر، يعني انا عارف ان كلكم يعني ممكن يعني اوريدي ممكن يكون بيمر بده يعني. فلو عايز تشوف ده ات ان اكسلريتد بيس يعني، تشوف بيحصل بسرعه، فانت عندك الثلاث مسلسلات دول حلوين جدا جدا جدا. وهتلاقي كل النظريات اللي احنا بنقولها دي بتحصل فيها. يعني بس هو في كتب كتير بتتكلم عن الاورجنايزيشنال ثيري، اسمها الاورجنايزيشنال ثيري. في كتاب اسمه ذا اورجنايزيشن مان، الرجل اللي هو ليترلي الكتاب يكاد يكون اسمه ابن الشركه. فده من الكتب اللي هي الأساسية اللي بتشرح السيكولوجي بتاعت الشركات والمراحل بتاعتها وكده. وفي نظريات مختلفة يعني، برضه هبقى ابعتها إن شاء الله في الشات، أو في البرزنتيشن يعني لما نشيرها. لو أي حد عنده أسئلة بقى اتفضل. معلش هي طولت الناس عليكم. كانت بتحط الأسئلة على الشات، فممكن حضرتك تبص على الشات على أوكي الفون. أوكي تمام. حاضر، في أسئلة كتير. أوكي. آم، آم، لو معاهم سالري وبرضه بيتاخر ماشي. هو لو معاهم وبتتاخر السالري برضه، يعني لا مش حاجه كويسه يعني. دي شركه كده مش بتحاول تظبط البروسيس بتاعتها، مش بتحاول تحافظ على الناس اللي عندها يعني. كده ده في تهريج. ف... فلا لو بيتاخر بشكل مستمر كل شهر، يعني هو المشكله مش تتحل الا لما الناس تمشي. يعني لما يحسوا ان بداوا يخسروا تالنت حقيقي. أم، انا مش شايف انها يعني حاجه هيلثي يعني. انا ما شفتش ده في شركات كتير. الشركات عارفه ان هي ايه لازم تظبط الستات. هل الايكويتي بتكون محدده من البدايه، ولو في وعد تمام. بص هو يعني التشالنج في الحته دي ان تقنينه صعب على حسب برضو البلد اللي فاتحه فيها الشركه. يعني انا شفت محاولات كتيره ان احنا نبني ايصاب وكده في شركات كتيره وبتفكس. تمام. فوالله يعني لو تعرف تاخد يعني اي ورقه كده شكلها قانوني، اي ورقه اي ورقه، فاهم قصدي؟ اي ورقه يبقى حاجه، اي ورقه ان شاء الله، حتى ايميل مكتوب فيه محمد ليه 10 شيرز، حتى لو 0 شير 1 شير، فاهم قصدي؟ خد اي حاجه، مش 1%. طبعا انت عمرك ما تاخد 1%، انت تاخد 0.1% من الشركه، فاهم قصدي؟ يعني ده لو انت عظيم يعني. بس يعني خد اي حاجه. ما تفرقش معاك الارقام برضو قوي يعني. كل الحسابات دي بتبقى بلح في الاول يعني. الاكسبكتيشنز تبقى مش مظبوطه قوي. لما بيجي بقى انفستور بجد، والانفستور ده عايز يحافظ يعني، اول راوند بقى اللي هي مثلا السيد راوند او السيريز اي. لو الشركه بتريز سيريز اي يعني، اللي هي يعني يعني بتريز مثلا مليون دولار وانت طالع، او على الاقل 800,000 500,000 دولار وانت طالع. او بنتكلم يعني في ران واي سنه وشويه. الشركه لما بتعمل بتريز الرقم ده، الانفستور عاده بيطلب
لا اعملوا لي الامبلويز المهمين اللي انتوا عايزين تحافظوا عليهم، انا هحط فلوسي في الشركه دي، فانا مش عايز الشركه دي اول ما احط فلوسي الناس كلها تمشي والشركه تغرق يعني. فانا حط لي في المرحله دي ستوك اوبشنز محترمه يعني. ساعتها دي بتبقى يعني ايه فورمال يعني، بتبقى كويسه. بس هي صعب تحديدها قبل سيريز ايه. كل اللي قبل كده اي كلام، اي حاجه تعرف تاخدها خدها يعني، ما تتناقش في الرقم، ما تفاصلش فيه قوي مش هتعرف. بس يعني انا رايي خدها لو متاحه، قول لهم هاتوها. فاهم؟ ف... ايا كان شكلها، وحاول يعني تاخد ورقه. فاهم؟ يعني اي ورقه تثبت اي حاجه. فاهم؟ بعد كده الورقه دي هتتقطع، بس يعني هيدوك في المقابل قصادها حاجه، لان هم هيوصلوا لمرحله يعني لما يجي الانفستور قال لهم ايه العك اللي انتوا عاملينه ده، والورقه دي كتبتوها على اساس ايه، وانتوا اصلا فين منين الشيرز ده، احنا اصلا عايزين يعني. فاهم؟ الكاب تيبل بيبقى بايظ في الاول والدنيا مش واضحه قوي، ففي عك كتير انا شفتها بتحصل في كذا شركه. فمهما كانوا خبراتهم وشطارتهم بتبقى مكعبشه شويه يعني. سيليكون فالي بقى والناس دي اللي بتعرف تعملها. تمام. آم، وهي برضو يعني بتبقى برضو بترجع لامانه الفاوندرز ويعني وثقتك فيهم يعني. تمام. enterprise experience is fascinating for professional soft skills. اكيد طبعا، اكيد طبعا. آم، زياده سنويه جايه مش ستارت اب ومشاريع تكنولوجيا قديمه والشركه متوسطه الحجم. آم، يعني السؤال يعني امشي ولا لا؟ هشار معاك البرزنتيشن، واي هوب ان الاجابه تكون في الهيلثي يعني، هل هي هيلثي ولا مش هيلثي. بس احنا هنا بنتكلم في الفيز بتاعت اللي هي الماتيوريتي يعني. انت شكلها كده شركه ماتيوريتي، فلو لقيتي في مجال للبروموشن تمام، و يعني وفي ستاندردز كويسه في الانجينيرنج بروسيس يعني وكده، تمام. لو لقيتيهاش كده لا، ممكن ما تبقاش حلو. لو هي لسه في مرحله الجروس او بتسكيل، بس هي شكلها مش كده. الاجابه لسؤال رشا ممكن ما تبقاش مناسبه. آم، تمام. الرامب تايم تمام. ازاي لو بدأت في مكان مش متعلم فيه كتير زي ما حضرتك قلت تنقل لأي مكان من دول يكون أفضل وتكبر فيه بجد؟ آه، لا هو عادة يعني انت هتلاقي صحابك بيتحركوا فانت ممكن يعني حد من صحابك تسأله انت رحت فين ويعني ياخدك معاه. هنا النتورك بتبقى مهم يعني، اهم حاجة وانت ماشي في المكان يعني صحابك هم بيحسوا ان انت يعني بتخلى بينا. فاهم قصدي؟ فانت لا، انت حسسهم ان انا ايه ده، انا لو رحت في حتة وانا عامل ريليشن كويسة وعارف ان انتوا شطار انا هاخدكم معايا. فاهم قصدي؟ وانتوا خدوني معاكم يعني كده يعني. الصحوبية بتفرق في الحتة دي يعني. ومش يعني التشالنج برضو ايه يعني، انت هتضطر ممكن تضطر لو المكان ده كويس وكان السالري فيه كويسه يعني. اقصد الاجابه لسؤال محمد لو السالري كويسه انت ممكن تقبل بنقص شويه، لان غالبا لو رحت من مكان بتروح للمكان اللي لسه متشور عنه يعني، مش في نفس المكان. تمام. آم، تمام. how to research كومباني انترنالي بيفور جويننج. بيتكلم الناس على لينكدين يعني. روح كلم الناس يعني، دور على الناس على لينكدين وروح اسال اي حد فيهم وقول له، ولو يعني لو في بينك كومون يعني قول له انا صاحب فلان او انت تعرف فلان. انا اصلا هو صاحبي هيطلع مش عارفه وانا عامل له لايك وقابلته في ايفنت ولا اي حاجه. فاهم قصدي؟ فيعني مش مهم ازاي، بس ده فتح كلام اي جر كلام يعني. وبعد كده اقول له ايه الاخبار، الشركه عندكم حلوه. طب يعني ممكن بقى تسالها بطرق يعني افعوانيه شويه، زي مثلا يعني ما تسالوش مباشره الشركه حلوه ولا لا. وما تسالوش برضه بيأخروا السالري ولا لا يعني. ده سؤال اول سؤال بيتسال سبحان الله يعني، سؤال مش ريليفنت خالص غالبا بيبقى عشان انت جاي من شركه بيأخروا السالري، بس مش هو ده اهم سؤال. وبيسالوا ايه اخبار العملاء، ايه اخبار السبورت، الدنيا يعني اتعلمتوا يعني ايه التكنولوجيز الجديده اللي اتعلموها. يسال اسئله كده هي ايه يعني ملتويه، بس هي اكشلي بتوتومايز على الهيلثي فلاجز يعني. وهو اوتوماتيكلي لما يوبن اب ليك ويحس يعني بثقه هتلاقيه يعني ايه الكلام بيجر بعض. فعلى لينكدين يعني دور على الامبلويز واعمل لهم
يعني كونكت. وبرضه وانت بتعمل انترفيو، لو انت يعني يعني دخلت في انترفيو في شركه او حاجه، اقعد مع الانترفيور بعد ما تخلص واساله اسئله، اساله اي حاجه، واساله ايه رايك فيا، واساله ايه يعني شايف ايه. ما تسالوش عن الشركه، يعني ما تسالوش اساله عن الشغل، يعني ما تقولوش الشركه حلوه والشركه وحشه، لا مش هيقول لك. حتى لو هو اصلا ناوي يمشي اول ما يعينك. تمام. بس انت اساله عن مثلا انتوا بتشتغلوا بتكنولوجيز ايه، طب ايه المشاريع اللي ناويين نبداها مثلا، طب ايه التكنولوجيز اللي جربتوها وما طلعت مش حلوه. يعني اسئله كده اللي هي تبين ان انت عندك فضول، وبتوبتمايز للحاجه اللي فيها الشركه دي الهيلث بتاعها. يعني انت لو بصيت على كل الهيلث فلاجز، قول له مثلا، يعني مثلا طب انتوا بتريليسوا ازاي كل قد ايه، ده كده كانك بتسال على الكلير بروسس. تمام. بتساله مثلا طب وانتوا بتعينوا ناويين تعينوا كام واحد، فده هيبين برضه هل هم قادرين يعينوا ولا لا، في فلوس ولا لا. فاهم قصدي؟ يعني دي اسئله غير مباشره. بس انت لو رحت لفيت على الهيلثي فلاجز بتاعت كل ايتم، يعني ايه اخبار العملاء الحاليين، طب ايه اهم فيتشر بتبنوها دلوقتي، كلام كده. يعني دي اسئله مش مباشره، بس هي بتبين يعني الحته دي، يعني بتبين الكونسبت بتاع هل الشركه هيلثي ولا لا، بتديك الفلاجز على طول. خالد كان رافع ايده من بدري. مش اتفضل هنا. باشمهندس حضرتك، الحمد لله تمام. انا كان عندي سؤال بس كده، هو يعني مركب شويه وليه كونتكست يعني سن طويل. هو لو انا دلوقتي في مكان زي ما حضرتك كنت بتقول كده، هو ستارت اب كل التيم اللي فيه 4 5 تنفار، وانا تمام. حاليا كمان شغال معاهم بارت تايم از ديف اوبس يعني. بس قبل كده كنت جاي من باك جراوند سوفت وير انجينيرنج، قعدت حوالي قرابة السنة شغال، وبعدين خدت فترة جاب مع اللي حصل في الظروف بتاعت السوق دي. عملت الحتة بتاعت الشيفتنج دي، بس للأسف بعد الشيفتنج المكان اللي أنا شغال فيه ده بقالي معاهم حوالي 5 شهور دلوقتي. بس أنا واخد القرار إن أنا مش هكمل فيه، لأن أنا مش بتعلم فيه كفاية، لأن هو حتى الابلكيشنز صغيرة، مش حاجة كبيرة. مش مايكرو سيرفيسز. حتى لو احنا بنشتغل على دبليو اس، فانا حاسس ان انا مش بتعلم حاجه زياده. وفي نفس الوقت هي في ابو ظبي، والتيم صغير خالص، وانا يعني يعتبر ما فيش كونكشنز كده، فانا ببعد نفسي عن السوق كل وقت اقعد فيه، فانا ببعد نفسي عن الدنيا. المشكله انا بحاول اكتر، عايز اسيبها، بس الدنيا مش ظابطه معايا بسبب حاجتين: ان مفيش كونكشنز ومش عارف اظبط الدنيا ان انا الاقي حاجه مناسبه ليا هنا، وبخش طبعا اكتر من بروسيس والدنيا ما بتظبطش. مش قادر ان انا اكمل اخد رول، لان برضو بسبب الحته بتاعت الوقت الكبير دي، ان انا ما اعتبرش حد فريش مثلا، او لسه جونيور في الاول. فانا دايما يا اما بجيت اندر استيميتد، يا اما اوفر استيميتد، اللي هو بخش مع ناس مثلا هي بقى لها سنتين شغاله دي اوبس، الدنيا بتبقى كومبتيتيف بطريقه صعبه شويه، او اندر استيميشن. وفي نفس الوقت انا بحاول وبشتغل مع نفسي على سايد بروجيكتس، وبحس كل يوم ان انا بستفاد وبيبقى عندي معلومات اكتر. بس الفكره ان هم في اتجاهين، في حاجه في المعلومات اللي انا باخدها على حاجه، يا اما على حاجه انا شغال عليها، يا اما ان انا قاعد بذاكر وبقرا بس. وطبعا القرايه ما تقارنش تشتغل على البرودكشن خالص، حتى لو انا بقرا في الديستريبيوتد سيستمز ولا بقرا في ادفانسد توبكس، فالقرايه لوحدها. انا ايه الحاجه اللي تساعدني ان انا انقل السوق هنا، ولا على حاجه تزقني هو لقدام؟ للاسف يعني انت سالت الشخص الغلط، عشان انا من مناصري الجنراليزيشن، يعني مش بحب السبيشاليزيشن. انا يعني انا لو في موقفك انا اقول لك يعني انا هعمل ايه، بس مش ده شرط يكون انسب حاجه. انا برضو معيش كونتكست كافي، فيعني انا هقول لك انا ممكن افكر ازاي. اول حاجه، لو في فرصه ان انا اشتغل معاهم فول تايم حاجه، يعني لو ده متاح اصلا، يعني لو انت اصلا مش شغال في حته تانيه فول تايم في حاجه مش ديف اوبس، يعني اللي هو فول ستاك، هعمل شويه باك اند وشويه ديف اوبس. انت بتقول انت كنت اوريدي شغال حاجه تانيه قبل كده قبل الديف اوبس، يعني قبل ما تخش في مجال الديف اوبس. فلو انت تعرف تاخد يعني ستاك اطول، اعمل كده، خاصه في زمن الاي اي اللي احنا فيه. يعني الجوبس بقت يعني ايه،
ملخبطه شويه. حاليا كان الموضوع صعب ان انا اعمل حاجه زي كده، لان الشخص السينيور الفول ستاك اللي كان شغال هناك كان هيمشي، وانا فعلا فكرت في حاجه زي كده، بس مم. هو حصل له لاي اوف فتراجع عن كلامه اه يعني. فاهم. فالموضوع بقى صعب اكتر. فاهم قصدي. يعني الشركه اللي هو كان رايحها حصل فيها لي اوف. هو عامه الماركت ان شاء الله هيرجع تاني، يعني هو بدا يعني هوجه الاي اي دي بدات تلم شويه، فالماركت بدا يرجع تاني، بس ما زال يعني الجوبس شويه كونسوليديتد يعني، وهياخد وقت عمال ما يرجع لنفس قوته يعني. ف فانا في رايي يعني اولا لما تخش الشركات من اللي هي اللي شايفاك سينيور شويه بسبب ان انت عندك اكسبيرينس كويسه، انت اتس اوكي ان انت تبقى مش جامد تنين مجنح في الديف اوبس، بس انت هتسند على حته ان انا انا جاي اصلا من باك اند، انا جاي من حاجه تانيه، يعني انا اشتغلت حاجتين، فانا عندي خبره في حاجتين، فانا بجمع السكيل دي، ودي مش موجوده كتير في السوق. تمام. معظم الناس ممكن تكون ديف اوبس يعني طلعت من الاي تي اي على الديف اوبس على طول، فدول يعني ما عندهمش لسه خبره مثقله مثلا في الويب ديفلوبمنت في الباك اند، يعني ما يعرفوش التشالنجز اللي بيقابلها الديفلوبر العادي، فاهم قصدي؟ فانت ممكن تبقى مميز عنهم شويه في الحته دي، فانت حاول تسند على الحته دي. لو رحت في حته مور سينيور وفاكرك تنين مجنح بقى يعني هيضغط عليك في الانترفيو كده، حاول يعني تبقى انه يعني عادي ان انت تحس ان انت اوت اوف يور ديبس، وضح له ان انت لا ده انا اتعلمت وعملت وجاي من الحته دي، ببريدج تو اكسبيرينسز وكده. وحاول برضو تسال يعني طب ايه اللي كنت مستنيه مني عشان يعني انا رايي يا اما لو مش هتعرف تمسك في حاجه توبتمايز على الليفل اللي جاي، يعني ما تحاولش تشتغل على الليفل اللي انت شايف نفسك فيه، يعني اشتغل على الليفل اللي بعده. فاهم قصدي؟ يعني ده يعني انا حاسس ان انت شايف ان ده ليفل اصعب ان انا اتينه، انا رايي نط عليه على طول حتى لو بسالري قليل. انت يعني انت ممكن ليتري تقول له انا هقبل بسالري اقل من البوزيشن اللي انت ده، انا عشان انا عارف ان انا لسه ما عنديش الخبره دي، بس انا هجيب لك مزايا في البوزيشن ده مش هتلاقيها في حد سينيور في البوزيشن ده، لانك لان انا عندي اكسبيرينسز ثانيه، فانا اقدر مثلا اشتغل حاجه ثانيه، او كمان يعني اعرف اتعامل كويس واتفاهم كويس مع الديفلوبرز اللي جايين من الخبرات دي. فيعني دي ممكن توبتمايز دي. انا رايي ما تحاولش توبتمايز على نفس الليفل اللي انت فيه، فاهم قصدي؟ لا انت اوبتمايز على الليفل الاعلى منه على طول. انت كده قاعد في بارت تايم، فاهم قصدي؟ فاللي هو ما تدورش على الفول تايم بنفس الشكل، فاهم قصدي؟ يعني دور على فول تايم على الليفل الاعلى. واجين برضه لو تقدر معاهم تبقى فول تايم باي شكل، ده برضه احسن. يعني انا اي فايند ان التركيز وان انت تبقى جوه وفي الانر سيركل بتخليك تتعرض لحاجات، انت بتحضر الميتنجز فاهم قصدي، ومعاهم في اي وقت بيكلموك في اي وقت. لو تبقى بارت تايم بيبقى فيه شويه اللي هو يا ترى خالد هيرد علينا مش هيرد علينا، فاهم يعني بيبقى فيه اعتبارات اخرى كده. هو اصلا يعني عارف اللي انت بيسموه بعيد عن العين بعيد عن القلب. فهي كده. ف ف اوت اوف سايت اوت اوف مايند. فده عيب الريموت وعيب البارت تايم. لا انت خليك فول تايم وحتى انت اشتغل فول تايم بسالري بارت تايم، يعني اقول انا هشتغل فول تايم، انا عارف ان ممكن ما يبقاش في سالري، هشتغل فول تايم واساعد التيم واعمل سي اي سي دي ولا شوف اي حاجه هم مش عايزين يعملوها عشان هم معهمش الوقت ولا الباندوتس ولا عايزين يدوك فول تايم واعملها، فاهم قصدي؟ ببلاش المشكله يعني. المشكله ان هم يعني مش حجمهم التكنيكاليتيز اصغر. هناك مش عاليه قوي في حته الديف اوبس دي، عشان السكيل بتاع البيزنس بتاع البروجكت الصغير. بس انا حاليا بالنسبه للنقطه اللي حضرتك قلت عليها بتاعت نحاول نبقى جنراليست شويه. انا بحاول برضو ابقى عندي دومين سبيسيفيك في الحته بتاعت الباك اند دي، فان انا اخش اكتر ان انا اجرب بايدي ابني ساس كامل من اوله لاخره عشان اتقن الحته دي اكتر، عشان تمام. سواء في المكان او في غيره اقدر الاقي فرصه احسن. هل ده اتجاه فعلا او التخيل ده فعلا صح، ولا انا كده هعتبر بشتت نفسي ما بين حاجتين او بضيع وقتي؟ يعني انا لو عايز اروح ناحيه ليفل سينيور ديف اوبس فاهمك. فانا هركز في دي جدا جدا، بس المهم ان انا اكون شغال في مكان يسمح لي ان انا اركز في دي. هو التشالنج بس يعني في حاجات انت ممكن تعرف الكونسبتس، بس لو ما اشتغلتش بيها بايدك ما مش يعني مش هتثقل الخبره، فاهم قصدي؟ فتيجي تخش الانترفيو تبقى يعني بتتكلم من دماغ، يعني فاهم اللي هو هيبان مين بيتكلم من فوق يبان. ومين فعلا عامل الحاجه دي. اه ف ف فيعني انا رايي يعني لو انت حاسس ان انت
يعني عمال تتعلم حاجات وبعد شويه بتنساها عشان انت مفيش براكتس، فده مش صح، يعني ده مش كويس. أم أم وال وفي نفس الوقت يعني انت حتى كمان مش قادر تعرف، يعني مثلا هم اخترعوا هيلم ليه؟ طيب يعني فاهم، أنا ما مرتش بالتحدي بتاع اللي من غير هيلم عشان اقول ان هيلم مفيد عشان مثلا اوبتمايز لو المانيفست كبير. يعني فاهم قصدي، انا يعني فاهم، انا مش قادر حتى ابرر، يعني ما حسيتش بالمشكله عشان افهم الحل اصلا. فانا شايف ان يعني لا، السكه الجنرالست هنا مناسبه شويه. أم أم وخلي بالك برضو يعني ايه الديف اوبس كوظيفه، يعني احنا ان شاء الله المره الجايه هنتكلم عن فكره بقى اللايف سايكل بتاعت الوظائف المختلفه والديماند سايكل، يعني فاهم قصدي. النهارده مثلا الناس بتعين اي انجينير وفايب كودر والكلام ده، فاهم قصدي. فيعني طبعا انا مش بقول اوبتمايز للسكيل دي، يعني مش بقول اتعلم فايب كودنج خلاص، هم اللي اتعلموا فايب كودنج او اللي لحقوا المركب دي لحقوها، فاهم قصدي. بس انا اقصد ان يعني التعدد احسن في الموقف ده، لانه بيديك اوبشناليتي اكتر. و و و وبرضه يعني ما تحطش مثلا نفسك اللي هو انا ايه، انا ديف اوبس بس، لا انا اقول الديف اوبس وباك اند، فاهم، اكتب يعني ديف اوبس فول ستاك ويز انفراستراكشر اكسبيرينس، يعني فاهم قصدي. يعني ميكس التايتلز شويه برضه، عشان دي حاجات اصلا بتفرق في الفلتره اصلا في السي في. لو انا اصلا مش هتكلم معايا عشان انا عايز حد يعني ويب بس شاطر شويه فول ستيك، عشان مش عايز اجيب حد فول تايم فول ستيك، فاهم قصدي. يعني بيبقى في دماغ كده، او انا عايز واحد ديف اوبس بس شويه ايه يخبط شويه مع الباك اند، عشان عندنا الباك اند بايظه وفي شويه مشاكل بيرفورمانس وكراشز وبتاع، فانا عايز حد يعني ايه، يعني عنده التجربه. فانت لو كتبت ديف اوبس بس هتبقى زيك زي اي حد ديف اوبس بس، فاهم قصدي. وده مش وحش، بس انا اقصد ان ايه، يعني ده مش يعني مش هو ده الحقيقه. فالاحسن ان انت تحاول ان انت يعني تاخد ايدج يعني. تاخد ايدج يعني. او في نفس الوقت حته ان انت يعني توبتمايز للنكست ليفل، سواء اللي انت سبته قبل كده، اللي هو مثلا يعني انت بس كنت باك اند، فانت مثلا يعني ممكن تبقى سينيور باك اند، ميد ليفل باك اند، فاهم قصدي. يعني او سينيور ديف اوبس، او يعني فاهم، او ديف اوبس يعني ايه ميد ليفل، فاهم قصدي. يعني ما تبقاش ايه، يعني اوبتمايز على النكست ليفل شويه، خش الانترفيوهات دي، فاهم قصدي. وهم هيعينوك على الجونيور، يعني هم بيقابلوك في السينيور، هم هيلاقوك اعلى شويه من الجونيور بس لسه مش سينيور، فاهم قصدي. فهيعينوك على الجونيور وهيبقى عندهم بوزيشنز، يعني فاهم. فاللي قدامك خش فيه يعني كتير قوي ناس ما بتقدمش في الحاجات دي، خاصه لو ستارت اب ولو صغيره ولو معاش فلوس، فاهم قصدي. او يعني معاش، يعني ما بتدفعش الماركت ريت، يعني فاهم قصدي. فلا الناس دي ما عندهاش اي مشكله خالص ان يجي لها حد شاطر شويه بس ما هوش سينيور، يعني فاهم قصدي. طيب الكلام اللي مكتوب في السي في ملوش اي معنى، سوري، اللي مكتوب في الجوب ديسكريبشن ملوش اي معنى قد انا في فعلا في الغالب ما بركزش على يعني ما بركزش على على النكست ليفل ده قوي، بالذات لو انا مضغوط في الوقت وما عنديش وقت ان انا اكسبلور حاجات جديده عشان ادي بشكل احسن في البروسيس دي. فاعتقد دي غلطه برضه انا هعملها، هاخد بالك لما حضرتك فيها. تمام. تمام، شكرا. بالتوفيق يا رب ان شاء الله. في اي اسئله تانيه؟ أعتقد كده إحنا جاوبنا على كل الأسئلة. يعني شكرا لحضرتك يا باشمهندس، شكرا لوقتك. شباب احنا حطينا اللينك بتاع الكوميونتي، هنبتدي نحط برضو لو حد عنده اي اسئله تانية ممكن باشمهندس يتفاعل معانا هناك برضو على الكوميونتي على طول، وهنحط السلايدز وكل الريسورسز اللي احنا اتكلمنا عنها النهارده. شكرا يا باشمهندس، لو حابب تختم لنا باي حاجه. لا خالص، انا يعني يمكن اهم نصيحه عندي اللي هو حاول ان انت ما تغرقش في الشغل بشكل يخليك ما تفكرش في الاوبتمايزيشن بوينتس. مش كل حاجه تكنيكال بس، وده اتكلمنا عنه في السيشن اللي فاتت. يعني دايما لو بصيت على الحاجات اللي بنقول على اوبتمايز فيها، هي مش كلها تكنيكال، مش كلها كود، يعني مش كلها يعني تكنولوجي. فلا، في هنا حاجات تانية، فركز في الحاجات التانية دي، يعني اديها بس يعني خاطر كده، ما تسرحش قوي في الشغل بتاعك في التفاصيل. وتغفل الحته دي، لان دي الاوبورتيونيتيز ودي الكاريرز. والناس يعني بتبقى يعني احنا ما عندناش ليدرز كتير اصلا في الماركت، فاحنا يعني سوق عطشان لليدرز، سوق عطشان لناس
تاخد تشالنجز كده، تعمل بروجكتس ما حدش عملها قبل كده، فاهم يعني. دلوقتي انا شركه وشايف الاي اي عمال بيخبط في الناس يمين وفي شمال، وانا مش عارف ابدا يعني، فاهم قصدي، وعايز حد يحاول يجرب في الحاجات دي، فاهم قصدي. وارفع ايدك يعني، ارفع ايدك وقول انا اهو يا جماعه يعني، بدل ما تعملوا لي اوف يعني، خلونا اجرب في الاي اي فاهم يعني. يعني دي المينتاليتي اللي الناس محتاجه تبقى يعني تتشجع شويه. أنا يعني اتمنى ان انا اشوف الناس بتتشجع شويه اكتر. احنا طبعا بطبعنا كسوفت وير انجينيرز ما عندناش الملكه دي قوي. فيعني حاولوا تشجعوا شويه، وحاولوا ترفعوا ايديكم، وحاولوا تشيروا اكتر، تكومينيكيتوا اي حاجه انتوا بتعملوها جوه الشركه، يعني اي حاجه بتعملوها بره الشركه، انت اي حاجه بتذاكرها تشيرها مع زمايلك، عرفهم ان انت بتعمل حاجه زياده، يعني لو بتعمل حاجه زياده مش بس عشان هستخدمها بره ولا عشان استخدمها في شغلي، لا انا انتوا كمان تستفيدوا. السيجنالز دي بتبقى مفيده جدا للكارير، تخليك تساعدك ان انت تكبر يعني. وبرضه بتساعدك ان انت ايه، لو لقيت العمليه ما فيش حد بيشاركك، فاهم قصدي يعني، اللي هو ايه انا عمال بدن في مالطه زي ما بيقولوا، هتفهم برضه يعني ايه، هتديك الريفرس سيجنال، يعني هتبين لك، هتفاليديت لك او هتكونفيرم اذا كان الايه انا بزرع في ارض صح. فدي برضو الايه يعني، اتمنى ان الناس تطلع بره الحته دي وتحاول تاخد ريسكس اكتر، وان شاء الله يعني تستفيدوا. ان شاء الله. شباب برضو احنا هنبتدي نحط بوستس على الكوميونتي، لو حد عنده توبكس نفسه نتكلم عنها او عنده اسئله ممكن نكفرها باذن الله السيشنز اللي جايه يعني ان شاء الله. شكرا ليك يا باشمهندس، شكرا لوقتك، وشكرا لكل الناس اللي حضرت، نتمنى تكونوا جاوبنا على اسئلتكم. شكرا يعني، مع السلامه. مع السلامه.